بنبدأ مع شخص اسمه آين، وهو واقف حاليا على مكان عالي جدا وبيبدأ يتكلم وبيقول بسبب ضعفي كل ده حصل لي. بعدها على طول بيرمي نفسه من فوق الحافة الكبيرة دي وبيفضل بقى ينزل لتحت، وأثناء وهو نازل بيقول أنا حياتي ملهاش لازمة، كل الناس بتعاملني معاملة زي الزبالة، بس دلوقتي كل حاجة انتهت وأنا خلاص ما عرفتش أحقق حاجة مفيدة في حياتي الزبالة دي، وأهو بموت موتة زبالة زي عيشتي. وقبل بقى ما نعرف حصل لآين إيه يا زعيم، لازم بقى نرجع بالزمن كام ساعة كده. بنرجع فعلا وبنشوف شخصين بيحاربوا فقر متوحش من مستوى دي. الاول بيكون اسمه زويد، والساحره اللي معاه دي اسمها جولين. وبالمناسبه جولين حاليا بتعمل تعويذه قويه جدا جدا، بس يعني بتاخد شويه وقت لحد ما تبقى جاهزه للاطلاق. المهم في الاثناء دي زويد بيحاول يعطل الفقر ده شويه لحد ما جولين تخلص التعويذه، وفعلا بيضرب الفقر ضربه قويه جدا بتخليه يتراجع. وبعدها جولين بتخلص التعويذه وبتضرب الضربه قاتله وبيخلصوا عليه اخيرا. وبنشوف بعدها ان اين موجود معاهم في الفريق وبيكون شايل شنط كتير جدا، وده بسبب يعني ان اين اصلا بيلقبوه بجمع القمامه، وكل مهمته ان لما الصيادين اللي من الطبقه العامه الرفيعه يخلصوا على اي وحش، اين بقى دوره انه يعرف يقيمه ويستخرج منه الحاجات اللي ليها سعر كويس. ودي بقى وظيفه كده من الطبقه العامه الدنيئه. وبنعرف ان العالم اللي احنا فيه حاليا الناس فيه بتتصنف لطبقات. عندك مثلا الطبقه الاعلى ودي فيها التجار الاغنياء والاستراتيجيين العسكريين، واللي بيبقوا في الطبقه دي عدد قليل جدا جدا. اما بقى الطبقه الثانيه فهي فيها ناس زي زويد وجولين كده، مبارزين وصحراء وغيره من الفئات التانية. واخيرا الفئة الادنى وهي العامة الدنيئة اللي عين منها، ودي فيها بقى الفلاحين والبشر العاديين اللي مش بيقدروا يحاربوا، ضعاف يعني من الاخر. وبالمناسبة بقى لما بتتولد في العالم ده حاكمة الضوء بتديك وظيفة، وحاكمة الظلام بتديك قدرات، ولما بقى تبدأ تدرب قدراتك ساعتها هتقدر تجيب قدرات اكتر. بس خليك عارف ان الوظائف بتتوارث لكن عبر الاجيال، وما ينفعش تتغير خالص. وزي ما عرفنا ان الوظائف بتتوارث، فبالتالي امه وابو اين كانوا مقيمينه، علشان كده اين بقى زيهم. وبنعرف للاسف ان اين فقد ابوه وامه وهو في سن صغير، وساعتها بقى ما عرفش يحافظ على شغل العيله، فقرر انه يبقى مغامر. ودي بالمناسبه طريقه تانية يعني متاحه للفئه العامه، وهدفه بقى انه يثبت نفسه وكمان يبقى غني. المهم بنرجع تاني وبنشوف دلوقتي اين وهو بيقيم الفقر اللي لسه مقتول من شويه، وبيقدر يستخرج منه السن من الفئه جيم. وبنشوف حاليا جولين وزويد وهم بيتنمروا على اين علشان من الفئه الادنى، وهم جايبينه معاهم بس علشان يشيل ليهم الاغراض ويقيم المواد. واين دلوقتي بيقول انه المفروض انه يستحمل الاهانه دي علشان بس يقدر يعيش في العالم ده. عامه بعد شويه من المشي بيلاقوا قدامهم جثه كلب صيد جحيمي، فزويد بيفرح جدا لان مواد الكلب ده بتتباع باسعار مرتفعه، فعلى طول بيطلب من اين انه يجمعها بسرعه. لكن بيعرفوا اين انه عارف من معلومات النقابه ان النوع ده من الوحوش مفروض اصلا ما يبقاش موجود في الغاره هنا، فبيتعصب عليه زويد علشان عامل نفسه فاهم، وبيقول له اعمل اللي انا قلت لك عليه وبس، ما بقاش غير جمع الزباله اللي يتجادل معايا. فبيسمع فعلا الكلام اين بكل سكات، وبيبدا يكوم الكلب وبيطلع من رتبه بيه، وبيستخرج بعدها منه المواد. ولحد هنا وكل حاجه تمام. اللي مش تمام بقى والغريب ان فجاه بقى ظهرت جثه كلب تاني في ممر تاني في الكهف اللي هم فيه حاليا. هتقول لي ايه الغريب في كده؟ هقول لك على حسب الخريطه اللي مع اين اللي اخدها من النقابه قبل ما يجوا المكان ده، ان اصلا المكان اللي هم فيه حاليا موجود بس فيه ممر واحد مش ممرين. وطبعا اين بيكون مرعوب ومصدوم جدا، وبيعرف بعدها جولين وزويد بالكلام ده، وبيطلب منهم انهم لازم يمشوا فورا من هنا لانهم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل لهم. بس زويد بيتريق عليه كالعاده وبيقول له تلاقي الخريطه اللي معاك دي هي اللي غلط، وكفايه بقى كلام فاضي وروح جمع مواد جثه الكلب التاني دي. بس بقى لما اين بيرفض يكمل بيعرفوه انه يقدر يرجع لوحده عادي جدا، لكن ساعتها مش هيدوله ولا اي فلوس خالص، وحتى هياخدوا الفلوس اللي معاه لانه مش يستحقها بعد ما عصى كلام القائد اللي هو زويد يعني. المهم اين بيوافق بسبب يعني انه لو انطرد مش هلاقي فريق تاني يضم واحد زيه، وما صدق يعني ان فريق زويد ضمه اساسا. حاليا بقى بيكملوا مشي في الممر اللي ظهر فجأة ده، وبعد فترة بقى بيلاقوا جثث كتير جدا جدا من الكلاب مرمية على الارض. وعلى عكس اين اللي بيكون مصدوم وخايف، زويد وجولين بيكونوا مبهورين جدا، لان معنى كده ان دي فلوس كتير بشكل ما يتوصفش. بس السؤال هنا مين اللي قتل كل الكلاب دي؟ لكن الغريب اكتر حتى لو يعني هم مغامرين اللي عملوا كده، فليه مش جمعوا مواد الكلاب دي اصلا؟ وهو بنعرف دلوقتي يا زعيم لما بنشوف قطيع من الكلاب التانية بتظهر فجأة في مشهد مرعب جدا جدا. وحل السؤال هو ان الكلاب اللي ظهرت دي هي اللي قتلت الكلاب الميتة على الارض حاليا، وده بسبب الاكل طبعا القليل جدا في المكان ده. المهم حاليا ان زويد وجولين مش هيقدروا على العدد الكبير ده لوحدهم، ده غير ان جولين لو استخدمت تعويذتها فهتاخد وقت علشان تطلع هجمة واحدة، وزويد اصلا مش هيعرف يحارب لوحده. بس على عكس المتوقع
أو اللي كان متوقع يعني من الخنزير زويد إنه دلوقتي بيضحك وبيعرف جولين إنهم هيغدروا بأين ويرموا لي الكلاب دول حرفيا علشان يتسلوا عليه لحد ما هما الاتنين يقدروا يهربوا من الممر ده. فبناء عليه جولين حاليا بترمي تعويذة شلل على أين علشان تشل حركته خالص وما يعرفش يجري وراهم، وفعلا بتعمل كده وبتعرفه بعدها إن التعويذة دي مش هتقعد كتير، مفعولها مؤقت يعني، ويمكن يبقى حظك حلو ساعتها وتقدر تهرب. بس أشك في ده لأن الناس الزبالة اللي زيك حظهم قليل جدا في العالم ده. وفعلا بعدها جولين وزويد بدأوا يهربوا من المكان، وفي مشهد مؤثر جدا أين بيفضل يعيط وهو بيحاول يتكلم وينده عليهم علشان يعني يساعدوه. غلبان جدا أين ده والله، لكن طبعا لا حياة لمن تنادي. وللأسف يا زعيم فعلا الكلاب بتبدأ تعض وتنهش في حتة حتة في جسم أين، وسط صراخه وبكاء المكتوم مفعول تعويذة الشلل بيبدأ يروح. فعلى طول أين راح ماسك حجر كان موجود جنبه وضرب واحد منهم علشان يبعدوا عنه، وبسرعة بعدها راح للشنطة بتاعته ورمى كل الأكل الموجود فيها قدام الكلاب، وده قالها الكلاب لحد ما أين بدأ يجري بالعافية بكمية الإصابات اللي في كل جسمه. وبعد شوية من المشي راح للمخرج اللي كان جاي منه هو وزويد وجولين، بس لقاهم دمروا المخرج خالص، وده لأنهم طبعا كانوا عاوزين يحبسوه في حالة يعني لو عرف يهرب. المهم بعدها أين لقى ممر تاني وفضل ماشي فيه شوية وهو عمال ينزف دم من كل حتة في جسمه، وده خلاه يبدأ يدوخ ويفقد تركيزه. وفي نهاية الممر ده وصل للمكان العالي اللي شفناه في الأول خالص، وطبعا دي نهاية مسدودة وبيبقى مش عارف يعمل إيه، وبيكون مفيش حل خالص لأن أصلا لو رجع الكلاب هتاكله هيموت بطريقة بشعة، ولو وقع من الحافة دي هيموت برضه. المهم بقى زي ما شفنا في الأول إن هو قرر ينط ونط فعلا. تعالى بقى زي ما أقول لك حصل له إيه لما نط. بنشوفه دلوقتي بيفتح عينه وبيلاقي قدامه بنت جميلة جدا، بس بيغمى عليه تاني بعدها، ولما بيفوق بقى مش بيلاقي حد حواليه غير مية في كل حتة، وكمان شجرة عملاقة جدا جدا وبيكون شكلها مبهر، والمبهر أكتر المكان اللي هو فيه. المهم إن أين بيستغرب جدا من اللي شايفه حاليا، وبيستغرب أكتر لما بيلاقي كل جروحه اتشافت بشكل غريب. فبعدها بيجيب شوية مية في إيده كده وبيعمل عليهم تقييم، وبيعرف ساعتها إن المية دي ترياق بتشفي الجروح وبتعالج الأمراض فورا. الملفت أكتر إن شوية المية دول من شجرة العالم، وشجرة العالم دي عندها قدرة لا نهائية في إنتاج المانا. وبنعرف بقى إن من زمان جدا كان في العالم اللي احنا فيه حاليا شجرة واحدة بس وهي شجرة العالم، اسم على مسمى يعني، والشجرة دي بتنتج مانا أو طاقة سحرية، ودي اللي بيستخدموها المغامرين وبيحاربوا بيها. وده بيحصل بقى لما بيستنشقوا المانا الموجودة في الهواء وبتتحول جوه أجسامهم، وده بقى اللي بيديهم قوتهم. وبنعرف بقى إن المفروض إن الشجرة دي دبلت واختفت من فترة كبيرة جدا. السؤال هنا إزاي بيتم إنتاج المانا حتى بعد موت شجرة العالم؟ افترضوا العلماء ان في اشجار تانية في العالم بس موجودة في اماكن مختلفة، فبدأوا المغامرين في البحث عن الاشجار دي في كل حتة في الارض، بس برغم البحث الكتير ده الا انهم ما قدروش يلاقوا ولا شجرة عالم واحدة. وبكده يكون عرفنا كل حاجة عن الشجرة دي. نرجع بقى لأين اللي بيكون لسه مبهور بالمكان اللي حواليه ومبسوط جدا انه لسه عايش، بس برضه بيستغرب ليه شجرة العالم موجودة في الغارة. المهم المعلم أين بيقرب من الشجرة وبيشكرها يعني على انها انقذته وكده، وبيفضل بقى قاعد حبة يفكر هيعمل ايه بعد كده، لحد ما بيقرر انه لازم يمشي من هنا ويحاول يعني يخرج من المكان ده، وده طبعا لعدة اسباب. اولهم ان اصلا المكان ده ما فيهوش اكل. السبب التاني بقى انه عايز ينتقم من الخنازير اللي غدروا بيه اللي هم يعني زويد وجولين. والسبب التالت انه عاوز فلوس مش هيفضل طول عمره هنا يعني. عامة بيوصل بعدها عند باب ممر ضخم جدا، وهنا بيستنتج أين انه على حسب الخريطة اللي كانت معاه ان المكان ده ما كانش موجود برضه والنقابة ما تعرفش عنه حاجة، فبالتالي بيقرر يتشجع ويكمل. وده على الرغم يعني ان ممكن يقابل وحوش اقوى من الكلاب في طريقه، فعلى طول بيمسك حجر من على الارض قال يعني ده اللي هيحميه. بعدها بقى بيكمل مشي في الممر ده، وهو ماشي كده كان واضح ان مفيش اي وحوش حواليه، وده طبعا يعني كان مخليه مبسوط جدا. لحد بقى ما مره واحده قمنا لقينا سيف بيجي ناحيه وشه بكل سرعه وبعنف، وبنتفاجئ كلنا ان الضربه دي طيرت ودانه كلها، ومنظر ودانه الطايره دي خلت أين يصرخ من الالم بقى ومن الصدمه، وبيكون مش مستوعب انه خلاص بقى من غير ودان. فجاه بيبص قدامه علشان يشوف مين اللي عمل فيه كده، قام لقى وحش عملاق بقى شبه الخفاش قدامه، وده بقى بيكون شيطان صغير كده بيستخبى في المتاهات. والكارثة الأكبر إنه من رتبة اس، ودي رتبة عالية جدا جدا، أعلى كمان من رتبة كلاب الصيد اللي كانوا يعني في المستوى بيه. المهم بقى الوحش ده ما اكتفاش بس بودانه، ده بعدها طار من مكانه بسرعة وفضل يجرح فيه في كل حتة لحد ما خلى أين يعني مجروح في جسمه كله وما بقاش قادر يتحرك خالص، بس يعني يحاول على قد ما يقدر إنه يزحف ويحاول يهرب. لكن للأسف بقى الوحش استغل ضعفه وقام مسك سلاحه علشان يضربه الضربة القاضية. لكن ساعتها حصلت حاجة غريبة، وهي إن الوحش ده اتشل حركته فجأة ومبقاش بيعرف يتحرك
يتحرك. وبنعرف هنا بقى ان في وحش تاني قتله، لكن المصيبة الاكبر بقى ان الوحش ده ما قتلهوش بنية الدفاع عن اين، ده علشان يقتله هو. والمشكلة الاكبر من كده بقى هي ان الوحش ده اسمه دب موت، وده مش وحش عادي خالص، لان من البيانات اللي اين شايفها بنعرف بقى ان من ضربة واحدة يقدر يكسر صخور عملاقة. واين يا عيني جسمه دلوقتي اضعف من البلاستيك اساسا مش الصخور حتى. وزي ما توقعنا من اين فضل مندهش قدام الوحش ده من غير ما يعمل اي حاجة. لكن الوحش بقى اللي ما فضلش مندهش كده، ده قام على طول بمخالبه في وش اين على طول واداله. والضربة دي صعبة جدا للاسف، جت في نص عينه، فبالتالي بقى على طول عينه طارت وما بقاش شايف اي حاجة قدامه. انتوا يعني مفكرين ان بس كده هيسيبه في حاله يعني؟ لا يا زعيم، ده كمان بعدها مسكه من جسمه علشان يكمل عليه وياكله. وقتها اين بصله كده بعينه البايظه يعني وقال خلاص ما بقاش ليها لازمه اقاوم، كده كده انا ميت اصلا. لكن في اللحظه دي حصلت معجزه، لاننا بنشوف الوحش دلوقتي بيتقتل وجسمه كله اتفجر قدامنا. ولما بنبص على مين اللي عمل كده بنلاقيها بقى ست قصيره كده بتقول له على فكره انا ما كنتش عايز اعمل معاك كده، لكن مولاتي هي اللي اصرت ان انقذك. ولسه اين بيحاول يستوعب اللي بيحصل ويسالها انت مين، راح اغمى عليه. ولما فاق تاني بقى لقى نفسه في نفس المكان اللي خرج منه من شويه. والغريب بقى انه كان كويس عادي يعني وكل جروحه اتشافت. ساعتها بقى ما فضلش يتامل في شجره العلم زي قبل كده، لا ده فضل يتامل في الست الجميله اللي كانت قدامه واللي كانت عماله تضحك له، اللي لسه مش عارفين مين دي. وفي وسط ما هو عمال يبص لها كده ست عجوزه ظهرت جنبه وكانت عماله تصغر له وبتناديه بالعيل، لكن بنلاحظ انها قصيره برضه زي بالظبط الست اللي كانت انقذته من شويه. وبنعرف ان هي فعلا الست اللي انقذته، وبيطلع اسمها ارسولا. والبنت الجميله اللي قدامه دي اسمها يوري، اللي بتكون يعني اصلا بنتها. ودي بقى حكايتها حكايه، لان يوري دي مش انسانه زينا، تروح شجره العالم اللي قدامنا دي اللي بتقدر انها تشفي اي جروح، وهي في الاساس يعني اللي عالجت اين من كل جروحه. وبنعرف بقى من حديثهم ان يوري دي السبب في انقاذه، لان هي اللي طلبت من امها تحارب الوحوش بداله لما كان قرب يموت. ولولا طلبها ده ارسولا عمرها ما كانت هتوافق تنقذ بشري، لانها يعني بتعتبر البشر دول كائنات تافهه وحراميه، لان كل اللي بيجوا في المكان ده بيسرقوا افرع شجره العالم وبيمشوا. الا مين بقى؟ اين بس هو اللي شكر شجره العالم على انقاذه قبل ما يخرج تاني. وبسبب شكره ده يوري قررت بقى تساعده تاني وتنقذه من الوحوش. ولما اين بص لها تاني وتامل في جمالها قام لها ارسولا بتديله على عينه على طول وبتحذره ويبص لبنتها بصه كده ولا كده تاني. بعدها اين افتكر ان عينه اصلا كانت مقطوعه، فسالها صحيح هي عيني مش كانت طارت خالص؟ هو انا دلوقتي لسه شايف ازاي بيها؟ فعرفته بقى ارسولا ان بنتها هي اللي طلبت تديله عين صناعيه كده من شجره الروح، يعني هو دلوقتي عنده عين قويه جدا ويقدر يستخدمها في مهاراته القتاليه. ولما عرفته بكده قالت له يلا بقى حلنا بقى ما تبقاش ضيف تقيل. وقتها يوري وقفتها وعرفتها ان اين ما ينفعش يمشي من المكان ده، لان يعني لو رجع تاني لجوه الوحوش هتقتله تاني وهيرجعوا لنفس الدايره تاني وهيفضلوا يعملوا كده كتير. فامها بقى في الوقت ده قالت لها وانا مالي يعني، احنا انقذناه مره كفايه عليه كده، ياخد باله بقى من نفسه في المره الجايه. لكن يوري قلبها ما توحش تسيبه كده، وترجت امها انها تساعده بالعياط بقى وكده. ولما ارسولا شافت دموع بنتها صعبت عليها ووافقت تساعده، بس مش هي اللي هتقتل الوحوش المره دي هتساعده بس وتدربه، يعني من الاخر كده هتخلي اين يعتمد على نفسه بدل ما هو بروطه كده. وبالفعل بعدها دخلت معاه جوه المكان علشان تبدا في تدريبه. في الاول عرفته انه دلوقتي ما بقاش انسان عادي زينا، لانه بقى بيمتلك عين روحيه وعين بشريه، والعين الروحيه دي تقدر تخليه اقوى بشري في العالم. مش اي حد يعني يكون عنده العين دي. واول حاجه بقى في تدريبه هيعملها انه يخلي العين دي تقيم الخصم بطريقتها، بما انه يعني عنده مهاره التقييم. وبالفعل بقى ودته لاول وحش هيتدرب معاه، وهو وحش مش غريب علينا يعني، ده الوحش اللي طير ودانه قبل كده. وادي اهو اول ما شاف اين قام طير ودانه تاني، بس المره دي كان هو بيصرخ من ألمه. كان قدامه يعني ارسولا اللي عالجته في ثواني بسحرها، وقالت له بعدها قوم ده انت يومك طويل. وعلمته ساعتها انه يحدد مسار الخصم بعينه الروحيه، بحيث يعني يشوف كل اتجاهاته جاي منين ورايح فين وكده يعني. ولما اين بقى استخدم مهاره التقييم بعينه الروحيه فعلا لقى الموضوع مختلف خالص عن العين البشريه، لان برغم سرعه الوحش ده اين بكل سهوله قدر يشوفه بوضوح عادي جدا، فبالتالي يقدر يتفادى ضرباته بكل سهوله. ولما جرب يتفاداها فعلا نجح.
ساعتها بقى استغرب جدا وقعد يتفشخر بنفسه قدام أرسولا. في اللحظة دي بقى الوحش قام ضربه ضربة قوية جدا في ظهره، وللأسف اتصاب جدا جدا، لكن ده مبقاش يهم قوي يعني لأن أرسولا عندها القدرة دايما إنها تعالجه، وبالفعل على طول عالجته وطلبت منه يعني يرجع للتدريب تاني، بس المرة دي بقى يركز وما يشتتش نفسه، وفعلا أين عمل كده، وبالطريقة دي قدر يتفادى كل ضربات الوحش بكل سهولة. ولما أرسولا بقى لقيته بقى شاطر في الدفاع قالت له حنا وطي بقى الهجوم يا نجم، لازم تهاجم الوحش اللي قدامك بدل ما انت عمال تجري منه كده. وفي الأثناء دي أرسولا ادت له عصاية كده وعرفته إن العصاية دي عصاية خاصة جدا من يوري، فما ينفعش يكسرها ولا يستعملها بشكل غلط. ولما سألها أين يستعملها ازاي ديت وهو أصلا ما عندوش أي مهارة قتالية وما عندوش كمان غير مهارة التقييم بس، قالت له مش هقول لك، اعرف انت قدراتك لوحدك. في الوقت ده بقى أين حاول يستعمل العصاية، ولما قرب الوحش منه أين يستخدم العين الروحية بحيث يعني يعرف اتجاهاته وكده، لكن لما جه يقرب منه الوحش قدر يتفادى حركاته بكل سهولة، فأين استغرب من سرعته الجامدة دي، يعني رغم انه كان قدامه برضه قدر يتفاداه. ساعتها أرسولا بقى عرفته ان العين الروحية اللي عندها قدرات اكبر بكتير من تحديد المسار، لو تعب نفسه بس وجرب كل قدراته هيعرف يسيبه عادي. بعدها أين فعلا استخدم كل قوة العين الروحية، ولما عمل بقى كده حصلت حاجة غريبة جدا، وهو انه بقى يقدر يشوف تحركات الوحش ده بشكل بطيء جدا جدا، وطبعا بقى في الحالة دي يقدر يضربه بكل سهولة. ولما جرب أين يضربه فعلا لقى الضربة صابت، وقتها اندهش جدا وما كانش مصدق نفسه انه قدر يضرب وحش من مستوى اس. ساعتها أرسولا قالت له ما تفرحش قوي كده، لسه التدريب هيخلص بعد ما تخلص على كل الوحوش اللي هنا. وبالفعل بقى أين قدر يغلب وحوش كتير جدا من نفس المستوى وفي وقت قليل جدا، ودي حاجة يعني ما كانش أين كان يتخيلها يعني انها تحصل معاه، ان عامل كمامة زيه يقدر يعمل اللي ما عملوش اي مقاتل حاليا. المهم بعدها أرسولا عرفته ان جه الوقت يعرف قدراته التانية اللي اكتسبها من عين الروحية، وهي بقى اكتساب مهارات الوحوش. يعني ببساطة ممكن تاخد مهارة الوحش اللي انت قتلته ده وتبقى عندك خلاص كده المهارة بتاعته. ولما جرب أين يعمل كده وياخد مهارة الوحش ده لقى نفسه سريع جدا، بس في نفس الوقت جسمه أضعف بكتير من انه يتحمل سرعة زي دي، فكل بقى ما يجي يجري شوية أوتاره العضلية تتقطع. ولما بيحصل كده أرسولا كانت بتشفيه كل مرة لحد ما أين واحدة واحدة اتعود على سرعته دي، وبعد 5 أيام كاملين من الجري جسم أين بقى مرن أكتر وأقوى، فبالتالي بقى بيجري بالسرعة دي عادي جدا. ولما اتدرب خلاص على المهارة دي أرسولا بقى طلبت منه ياخد مهارتها وهي السحر. ولما طلعت السحر في وش أين وشه اتحرق كله، فقال لها تشكر يا ستي بس أنا ما أعرفش أبقى ساحر ولا أعرف أعمل تعويذة. في الأثناء دي أرسولا عرفته إن مش لازم يعني يكون بيعرف يعمل تعويذة علشان ياخد المهارة دي منها، لأنها تقدر تستعمل السحر بمجرد التفكير فيه، ودي مهارة يا زعيم مش عند أي حد من السحرة أساسا، ولا كانت عند جولين، دي عند أرسولا وبس. ودلوقتي بقى هتبقى عند أين كمان. وبعد أيام كتير جدا من التدريب على السحر ده أين بقى ساحر متميز ويقدر بالفعل يستعمل أي ضربة سحرية من غير ما يقول تعويذة، ويقدر يعمل كده بسرعة كبيرة جدا. ولما أدرك أين قدراته وعرف إنه خلاص يقدر يهزم أي وحش يتخين قدامه، طلب بقى من أرسولا إنه يعني يخش المعركة الانتقامية، وسماها كده بقى لأنه قرر يقاتل الوحش الأخير اللي كانت قطع على إيده. وبالفعل أرسولا ودته للوحش ده وعرفته إنه خلاص بقى قادر يواجهه، لكن أين كان خايف جدا أول ما بص في عينه وافتكر إنه كان هيموت على إيده من كام يوم. لكن أرسولا بقى زقته وقالت له يلا قتله بقى بلاش دلع. وبعد شوية كده أين بقى اتشجع وقرر ينتقم بقى بكل قوته، وأول مهارة بقى استخدمها هي السرعة الفائقة، وعرف فعلا يتوه الوحش الضخم ده وما عرفش يمسكه. وبعد ما توهه كده استخدم مهارة التقييم الخارج بعينه الروحية علشان يقدر يشيل حركاته ويضربه براحته، لكنه ما ضربوش ضربة عادية كده بإيده ولا بعصاية، لا ده قرر يستعمل سحره علشان تكون بقى الضربة قاضية، واستخدم مهارة عاصفة الرياح السحرية اللي خلت الوحش يلف حوالين نفسه ويخرج من جسمه دم كتير جدا. بس المشكلة ان مع الوقت العاصفة خلصت والوحش بقى رجع لقوته تاني. ساعتها بقى فكر أين يعمل ايه في الحالة دي، قرر يستخدم سحره برضه، بس المرة دي خرج من ايده 100 كرة نار، ودي بقى اللي كانت فعلا الضربة القاضية وقتلت الوحش ده. ولما أين شاف الوحش العملاق ده ميت قدامه كان حاسس انه في حلم، ازاي كان من كام يوم عامل كمامة ودلوقتي بقى
مقاتل يعرف يقاتل اقوى الوحوش. المهم بعد ما قتله اخد قدراته بعينه الروحيه، وكده اين تقريبا اخد قدرات كل الوحوش اللي موجوده في المكان ده الكلام اللي ارسولا بتقوله دلوقتي. وبنفهم بقى من الكلام ده ان اين خلاص دلوقتي بقى في امان ويقدر بقى يخرج من هنا براحته. بس قبل ما يخرج ارسولا كانت عايزه تديله حاجه مهمه كده، وهي نواه روح شجره الحياه اللي هي في الاصل يوري يعني. وعرفته ارسولا انها هتحط النواه دي جوه عينيه. ليه بقى؟ لان بالطريقه دي يوري هتقدر تسكن جوه عينيه، بما ان هي يعني بتمثل نواه الروح. وقتها استغرب اين جدا لانه مش فاهم ليه ارسولا عايزه بنتها تسكن جوه عينه يعني. ولما سالها ارسولا ادته بالجزمه في وشه على طول، وقالت له اكيد مش علشان حلاوتك يعني، ده بس علشان بنتي غلبانه ووحيده وملهاش غيري، وطول عمرها ساكنه هنا ومحبوسه وما شافتش العالم اللي بره ده، فانا بقى عايزاك توريها العالم اللي بره ده. ساعتها بقى عين فهم ووافق على طلبها على طول. وبعدها كمان ارسولا ادته مهاره المخزن اللانهائي، ودي مهاره بقى تقدر من خلالها تعين اي حاجه معاك حرفيا كانها شنطه كده. واول حاجه ارسولا طلبت منه انه يعينها هي سيف الروح، وقبل حتى ما عين يشكرها على الهديه دي قام لقى سيف اتخبط في عينه. وما نعرفش بقى الوليه دي عملت كده ليه، بس شكلها كده بتجرب السيف. المهم يعني يوري عالجته وخلص الموضوع ده. لكن ارسولا بقى ما سابتهوش برضه، ده خلته يبلع حجر الفلاسفه علشان تقدر تراقبه، وده الحجر اللي هيخلي ارسولا تبقى متابعاه خطوه بخطوه وتتواصل معاه كمان. وده خلى عين يتوتر جدا لانه خلاص بقى متراقب من الحكومه. عامه بعد الهبل اللي شفناه من الوليه دي، عين بقى سال يوري ايه اول مكان عايزه تروحيه. قالت له ساعتها انها نفسها تشوف اخواتها، هي ما تعرفش هما فين اصلا، بس دي اول حاجه نفسها تعملها يعني في العالم اللي بره. وبنعرف هنا ان شجره العالم مش واحده بس، دول يجي 9 شجرات، وكانوا في الاول جنب بعض لحد ما جه يوم واتفرقوا، وكل شجره من دي روحها بتكون اخت يوري. يعني يوري عندها 8 اخوات بنات. طبعا اين ما يعرفش مكانهم ولا حاجه، لكنه وافق على طول انه يساعدها، وده طبعا علشان يرد لهم الجميل اللي هم عملوه فيه. ولما خرج بقى من المكان ده قابل ممرين 2. ساعتها ما كانش عارف يروح من انهي اتجاه بالظبط علشان يخرج من هنا. فارسولا بقى عرفته ان الممر الصح هو اللي هتعلم عليه باسمها، وبالفعل مشي ورا الممر ده. ولما مشي شويه عرف منها ان في تعبان عملاق مستنيه في الخطوه الجايه. فاين بقى استعد علشان يقاتله، وفي دقيقه بس يا ابو الزعامه اين الجامد قدر يخلص عليه في ثواني. وده يبين ان اين خلاص تقدر تقول عليه من اقوى الناس اللي في العالم دلوقتي. المهم لما مشي اكتر لقى بوابه عملاقه جدا، فعرفته ارسولا بقى ان البوابه دي جواها وحش الزعيم، وده الوحش اللي لازم يعني يتقتل علشان يخرج من هنا. ووحوش الزعماء دول يا زعيم دول حاجه تانية خالص غير الوحوش اللي بالمستويات التانية، دول اقوى منهم بمراحل كبيره. المهم لما دخل بقى عين المكان وشاف الزعيم لقاه ضخم جدا، فبدون تردد كده استعمل سحره في الدفاع عن نفسه. لكن للاسف ضربته كانت قويه جدا جدا، بس رغم كده عين كان بيحاول يقاوم. ويوري بقى اللي احنا عارفين انها جوه عينه كانت بتشفي اي جرح عنده. المهم ساعتها قرر ما يستسلمش ولا يدافع، بس بالعكس استعمل سحره برضه في التسمم، لكن برضه مفيش اي فايده. ده الوحش كمان استعمل قوته وضرب مكان عين ضربه قويه جدا، بس الحمد لله طلع عايش في الاخر. في الاثناء دي عين ما كانش عارف يعمل ايه بالظبط، ما هو السحر بتاعه مش نافع. وقتها بقى ارسولا قالت له ان في تعويذه معينه كده هي اللي هتجيب من الاخر. وواضح بقى ان التعويذه دي كانت علمتها له في التدريبات بتاعته، واسمها هي ضربه نوفا. ساعتها بقى عين سمع كلامها واستعمل بالفعل مهارته السحريه ضربه نوفا، واللي اول ما استعملها زعيم كميه نار مش طبيعيه حلت على كل المكان، لدرجه انها موتت الزعيم على طول. ولما مات فعلا خرج من جسمه نواه كده اسمها نواه المتاهه، ودي نواه بقى سحريه ممكن تفيد عين جدا، لانها ببساطه يعني تقدر تقوي قدراته كلها اضعاف الاضعاف. ولما بقى ارسولا ظهرت وادت له قدرات النواه دي، عين فعلا حس باختلاف كبير وحس انه اقوى بكتير جدا، وبكده بقى قادر يواجه العالم القذر اللي بره ده اللي عمره ما احترمه لانه جامع كمامه. ولما خلص بقى على الزعيم وخلص على كل الوحوش الموجوده، انطلق بقى هو ويوري وارسولا للشارع العادي. وهناك بقى بنشوف زويد الخنزير قاعد مع اصحابه في المطعم، ويا عيني بيعيط قدامهم يعني وعامل نفسه غلبان خالص، وعمال يكذب عليهم بخصوص اللي حصل هناك، لانه قال ان عين يعني ضحى بنفسه علشان خاطره هو وجولين، هو اللي كان مصر يعني يعمل كده رغم انه عرضه. ودي التمثيليه اللي عملها بقى علشان ما حدش يعرف الحقيقه. لكن المفاجاه ان اللي سمع الكلام ده عين بذات نفسه وناداله بقى وقال له انت بتقول ايه يا كداب انت. ساعتها زويد كان قرب يشد في شعره ان ازاي يعني عين موجود قدامه، وكان فاكر يا عين ان عين خلاص مات، وقعد يساله بصوت عالي ازاي انت عايش رغم اني سبتك في وسط الكلاب المفترسه. وعصبيته دي خلت الكل يستغرب منه، وبيسالوه انت بتعامله كده ليه رغم انه انقذ حياتك. ساعتها بقى زويد تحس كده القطه بلعت لسانه، بس اللي رد بقى هو عين
أين اللي عرفهم الحقيقة كاملة، وإن زويد وجولين رموه يعني طعم للكلاب علشان يهربوا هم. وقتها بقى الكل اتكلم بقى على زويد الكذاب واحتقروه جدا، بس ساعتها أين قال لهم سيبوه أنا عايز أقول له حاجة. في اللحظة دي قرب منه كده وقال له شكرا على كل حاجة عملتها معايا، بس ما قالوش ليه، بس احنا عارفين إنه بيشكره لأنه لولا هو وجولين ما كانش اتعرف لا بأرسولا ولا بيوري، واكتسب القدرات دي كلها اللي ما كانش يحلم بيها. في الوقت ده زويد ما كانش فاهم هو بيشكره ليه أصلا رغم اللي عمله فيه، وكمان كل الناس الموجودة في المطعم كانوا مستغربين إزاي يعني بيشكره علشان عمل فيه كده. عامة بقى أين مرضاش يفهمهم حاجة ومشي هو وأصحابه، وراح وقتها لغابة سحرية كده بتتسمى بديماس، والديماس ده بقى اللي بيكون فيه أشجار الحياة، بس ممكن يكون فيه شجرة وممكن لأ. وهم هنا حاليا علشان يدوروا على أخوات يوري، ورغم بحثهم برضه مفيش أثر لأي شجرة حياة. وفجأة كده وهم ماشيين سمعوا صوت وحوش جنبهم وصوت صريخ، ففهموا على طول إن في وحوش يعني هجمت على ناس. فبسرعة عين طلع سيفه وحارب كل الوحوش دي، وبسبب قدراته طبعا اللي احنا عارفينها قدر يتغلب على كل الوحوش في وقت قليل جدا. وساعتها بقى بعد ما خلص حب يطمن على الاتنين اللي اتهاجم عليهم، بس قبل ما يطمن او يعمل اي حاجه معاهم البنت اللي كانت واقعه حضنته كده وشكرته جدا. وبنعرف بقى ان اسم البنت دي كلوديا، واسف اني بقول عليها بنت لانها طلعت بنت ناس قوي قوي، لانها بتكون الاميره الثالثه للمملكه اللي احنا فيها. اما بقى الشخص اللي وقع جنبها ده فبيكون اسمه جاسبر، وده بيكون رئيس شركه تجاريه كده كبيره. في المجمل لما خلصوا تعرف على بعض راحوا بقى القصر المملكه وقعدوا يرغوا شويه. وبنعرف بقى هنا ان جاسبر ده عارف بسر اين، لان في الاساس تاجر مجوهرات ثمينه، فعارف ان عين اين يعني دي في الاصل نواه الروح، ودي طبعا من اسمى مجوهرات العالم واللي هو اصلا بيدور عليها في كل حته. وعارف كمان ان في 9 منهم في العالم ده. ولما عرف اين بقى انه عارف بالمعلومات دي ساله اذا كان يعني يقدر يدله على نواه روح تانية، فعرفه جاسبر ان بالفعل يعني في نواه روح تانية عارف مكانها، لكن بتكون في مكان خطير جدا، والمكان ده بيكون كله وحوش وحاجات كتير. فاين قال له وماله هروح عادي بس دلني بس على المكان. وبالفعل راحوا المكان الديماس ده، يمكن يعني لقوا اخت يوري هناك. ولما دخلوا الديماس لقوا قصر، وافتكروا بقى انهم هيلاقوا اللي عايزينه جوه القصر ده، لكن لا يا زعيم، دول لما دخلوا جوه لقوا الحيطه سد، وده طبعا خلى عين يستغرب جدا، بس فهم ساعتها ان ممكن الحيطه دي تتفتح بالسحر. واول ما مسك بقى الحيطه بسحره اتفتحت فعلا، وقام لها غابه طويله عريضه قدامه. ففهمته ارسولا ان كل اللي شايفه ده وهم، وده سحر قوي جدا علشان يقدر يوهمك انك في غابه وكده، وممكن جدا يشوفوا وحوش غريبه قدامه. وهم بقى واقفين كده فجاه بيسمعوا صوت واحده بتتكلم، فبنعرف ان دي واحده اسمها بينا، ودي بقى اخت يوري الصغيره اللي اول ما سمعت صوتها فرحت جدا جدا. ساعتها بقى عين طلب منها انها تيجي عندهم، فقالت له لا تعالوا انتوا انا موجوده في اخر الغابه، يعني من الاخر كده اللي عايزني يجيلي. وقتها بقى الكل استغرب جدا وسالوها يجولها ازاي وشكل الغابه خطر قوي يعني دي اخرتها. وقتها بينا الشريره ضحكت وقالت انا كده اي ضيف بيجيلي لازم العب معاه يعني وارازي فيه. في الوقت ده عين اتحدى نفسه علشان يوفي بوعده وقال لها ماشي هجيلك يعني هجيلك، وطلب من يوري تدخل في عينه تاني علشان يحميها. وحماسه ده خلى بينا تتحمس معاه جدا وتراقبه من مكانها علشان يعني تشوف هيعمل ايه. واول عقبه كانت قدامه هي انه يعدي الحواجز، وبالفعل عين بقى فاجئ بينا انه قادر يعني يعدي كل الفخاخ وكمان كل الحواجز بكل سهوله رغم صعوبتها. فقالت بينا يمكن هو شاطر بس في المراوغه، لكن اكيد يعني مش هيبقى اقوى من الوحوش المتطوره اللي انا حطاها. واول بقى ما عين قابل وحش من ده الوحش استعمل عليه سحر النعاس علشان يعني يخلي عين ينام ويغفل، لكن عين ما تاثرش باي حاجه من دي، وده لان عنده مهاره كده اسمها مهاره المقاومه. وبسرعه بعدها قام هوبا مسك سيفه علشان يستعمل سحره هو بقى، وبمنتهى السهوله بقى قسم الوحش ده نصين. وده طبعا خلى بينا تقرب تشد في شعرها وتتعصب جدا، ما هي مش مصدقه ان في حد يقدر يقتل وحش بمستوى اس من ضربه واحده كده. ده كمان بقى فاجئها انه قدر يقتل وحوش النمل بمنتهى السهوله بعدها. ومش كده وبس، ده المقاتلين بتوعها كمان اللي هي بعتهم عليه عين بقى في ساعتها مسك سيفه وقام هوبا من ضربه واحده طير راسهم هما الاتنين. في اللحظه دي بينا اتعصبت جدا جدا وحست خلاص ان عين ده مش طبيعي ابدا، وشكت انه وحش اساسا. على الجانب التاني بقى بنشوف زويد متعصب جدا بسبب سمعته اللي بقت في الارض، وكان عمال يمشي على امل انه يلاقي اللي اسمها جولين دي. ولما اخيرا لقاها جوه مطعم كده وكانت غريبه معاه وعماله تعيط قدام الناس بقى وتقول لهم ان هو اللي اجبرها تعمل كده، هو يعني اللي اجبرها تعمل التعويذه علشان تشيل حركه عين وهددها. في اللحظه دي بقى زويد اتصدم جدا من خيانه جولين، لان كده مش بس خسر صاحبته الوحيده، ده كمان سمعته ساعت اكتر واكتر في المدينه اللي هو موجود فيها، وبقت الناس كلها مش طايقاه خالص لدرجه انهم شالوه رموه بره المطعم وقالوا له كمان مش عايزين نشوف وشك تاني. في اللحظه دي زويد قرر
إنه لازم يحسن سمعته، ومش هيقدر يعمل كده غير لما يروح ديماس ويقتل كمان كل الوحوش اللي فيه. وبالفعل عمل خطته وراح لنفس الديماس اللي أين أصلا كان فيه، وحس يعني إن الديماس ده مختلف عن أي ديماس شافه، لأن الوحوش اللي فيه غريبة جدا وضخمة. ولما حاول بقى يقتل الوحوش دي ما عرفش، لأنها كانت أقوى منه، بالذات بقى التمساح العملاق اللي كان خلاص هيموت على إيده. في اللحظة دي بقى بينا كلمته وقالت له إن في فرصة يستسلم بدل ما يموت، بس زويد رفض تماما يستسلم رغم جروحه. وفي الأثناء دي لما الوحش شافه مش راضي يستسلم، قام بقى هجم عليه علشان يقتله ويخلص عليه. لكن ساعتها حصلت حاجة زويد ما كانش متوقعها، وهي إن أين راح مكانه وأنقذه وقتل الوحش العملاق ده بسيفه. منظر بقى الوحش اللي بيتقتل ده من جمع الكمامة خلت زويد دمه يفور، ولسه بيسأله أنت إزاي قدرت تقتل وحش زي ده. قام أين استدعى يوري علشان تشفي جروحه، وبعدها كمان استعمل سحره علشان يخليه ينام وما يتكلمش كتير. وبالفعل زويد نام بعد السحر اللي اتعمل عليه. بعد كده بقى أين راح علشان يكمل هو مهمته، وكان خلاص يعتبر قتل كل الوحوش الموجودة هنا، بس لسه آخر واحد وهو زعيم الوحوش اللي هنا كلها، اللي لو غلبه هيكسب برضه نواة المتاهة اللي هتقويه جدا. والزعيم بقى المرة دي بقى سلحفة ضخمة جدا جدا، بس مش الضخامة اللي احنا عارفينها دي كانت يعتبر واخدة نص الأرض، بس حجمها ده ما خلاش أين يخاف منها، بل استعمل سحر بمنتهى الجراءة عادي جدا قدامها. ضربها في الأول بكرات النار اللي تعتبر ما أثرتش فيها خالص، ودي بقى أول مرة كرات النار ما تأثرش في أي وحش. بس أين برضه ما استسلمش وضربها تاني بطلقات الماء اللي برضه ما أثرتش فيها أبدا. وقتها أين قال في نفسه طب أعمل إيه بقى دلوقتي؟ مفيش أي ضربات هجومية بتأثر فيها، أهزمها إزاي دي؟ ففكر بقى في فكرة عبقرية، وهي إنه يستعمل سحره في إنه ينهي وهمه. يعني من الآخر كده يشوف السلحفة دي أصلها إيه، بما إن يعني الغابة كلها أوهام، ويرجعها بقى لأصلها. وده يمكن يحصل بسحر التبديد اللي لما استعمله أين لقى السلحفة الضخمة دي قلبت سلحفة غلبانة جدا. وبكده أين يعتبر كسب الزعيم خلاص. وده خلى بينا تتعصب بشكل ما يتوصفش، لأنه كده اتجوز كل الاختبارات. ولما اتجوزها بقى راح لبينا. يوري بقى وقتها كانت مبسوطة جدا، لأنها يعني أخيرا لقت أخت من إخواتها، والاتنين بقى أخدوا بعض بالحضن. وبعد اللحظات الأخوية دي بينا طلبت منهم طلب غريب، وهي إنها عايزة تبقى معاهم في مغامراتهم اللي جاية، لأنها يعني زهقت من القعدة هنا لوحدها، وأكيد يعني هتساعدهم جدا بقدراتها ومهاراتها. فأين ويوري وافقوا جدا، حتى يعني يوري ما تبقاش لوحدها هي كمان. وفجأة في وسط حديثهم السلحفة اتحولت لبنت، وبنعرف إن دي حمية بينا اللي هي بتحميها يعني وكده، وبتحمي كمان المكان ده كله، وبيطلع اسمها كورو. وبعد ما عرفت أين بنفسها طلبت منه نفس الطلب، وهي بتديله حجر الفلاسفة، وقالت له أنا عايزة كمان أبقى معاكم في المغامرات اللي جاية. وكمان ملحوظة بخصوص حجر الفلاسفة اللي لو مش فاكرينه ده الحجر اللي أرسلة خلت أين يبلعه علشان يعني تتبعه وتبقى وراه على طول. ودلوقتي بقى هيكون في 4 وراه. وعرفته كورو بقى إنها بتمتلك مهارة الحاجز، ودي المهارة بقى اللي تقدر تساعده بيها طول طريقه. ولما عين بقى وافق عليها هي كمان تبقى جوه عينه الروحية، ادت له نواة الروح بتاعتها. وبكده بقى في 4 جوه عين عين، وبيكونوا عايشين جواها وهيساعدوه في كل اللي جاي. على الجانب التاني بقى بنشوف زويد عمال يعيط زي العيال الصغيرة، بيعيط على نفسه وعلى خيبته ان ازاي واحد جامع كمامة زي عين ده يعرف يقتل وحش يعني بمستوى اس بضربة واحدة. لا وكمان كان بيدافع عنه، دي حاجة ما كانش متقبلها ابدا. المهم بقى نسيبنا من الخنزير ده وتعالوا بقى نرجع لعين تاني اللي حاليا بيكون مع جاسبر في النقابة بتاعته علشان يبيع اغراض الوحوش اللي هزمها، يبيعها لجاسبر يعني بما انه تاجر مجوهرات واغراض نادرة وكده. واول بقى ما عين ادى كارنيه النقابة بتاعته لموظفة الاستقبال، الموظفة اتصدمت جدا واعتبرت ان عين بيخدع جاسبر، لانه ببساطة يعني من الفئة العامة الدنيئة. وطبعا فكرة الكل عن الفئة دي انهم يعني مش بيعرفوا يحاربوا ولا يقاتلوا اعدائهم، والكل في النقابة برضه كان مترقب ومستغرب جدا. ساعتها جاسبر بقى راح له وقال له وريهم اللي عندك. في الوقت ده بقى عين خرج كل الوحوش اللي من مستوى اس اللي هزمها، ومنظر الوحوش دي صدمت جدا الموظفة وكل اللي في النقابة. وطبعا الكل كان بيتكلم، في اللي كان بيقول اكيد سارقها، واللي يقول اكيد مزيفة مش حقيقية. والكلام ده بقى جرح عين جدا جدا، لانه افتكر الناس اللي في النقابة بتاعته كانوا بيعاملوه ازاي. وفي لحظة الحزن دي واحدة كده ظهرت فجأة ووقفت الكل عن الكلام، وبنعرف ان اسمها ميغان، ودي بقى قائدة نقابة المغامرين في العاصمة اللي احنا فيها اللي هي نقابة جاسبر يعني. ودفعت وقتها عن عين وقالت يعني للكل ما تسيبوه في حاله، من الغباء ان انتوا تحكموا على شخص من وظيفته وبس، ما يمكن هو قوي فعلا وتحدى نفسه. في الوقت ده بقى موظفة الاستقبال عينت كل البضاعة الموجودة، واتأكدت ساعتها ان الوحوش دي حقيقية مش مزيفة ولا حاجة. وده بقى طبعا صدمها وصدم كل اللي في النقابة. بعدها اعتذرت له جدا على وقاحتها من شوية. في اللحظة دي ميغان راحت لحد عنده وقالت له بما انك بقى قوي كده فانا اكيد
كده هحتاجك، ايه رايك تسجل نفسك في النقابه هنا وتبقى مغامر معانا؟ والطلب ده بقى خلى اين يتوتر جدا وما عرفش يجاوبها، فميغان بقى اعتبرته موافق وقالت له يلا بقى على البركه. في الوقت ده بقى جاسبر قال له وريهم الوحوش الاخيره اللي انت قتلتها في الدماس السري، وهنا هو قصده على الدماس السري اللي كانت بينا فيه. ولسه كان اين هيطلع اللي عنده قام لقى كل المغامرين اتلموا عليه، لان مش اي حد يقدر يعني يقتل وحوش في الدماس السري خالص، وهم بقى كانوا عاوزين يتعرفوا عليه ويعرفوا هو ازاي عمل كده. اللحظه دي بقى اين اتوتر جدا وقام جري بسرعه بره النقابه وراح بيته بقى علشان ياخد حمام سخن كده، بس لقى جنبه يوري واختها الصغيره وكمان ارسولا، وكلهم بقى تعبوا اعصابه اكتر. وارسولا بدل ما تهون عليه يومه قامت استخدمت سحرها علشان تديله علقه. ساعتها بقى قام فكه من قعده الستات دي خالص وقام دخل بيته بكرامته، وجوه البيت بقى لقى كورو مستنياه، وقعدوا بقى يدردشوا شويه مع بعض. بنعرف منها بقى ان في شجره علم مختفيه محدش عارف لها طريق خالص، وهي بتكون روح اخت يوري الكبيره اللي من فتره قالوا عليها يعني اختفت من كتر ما فيش حد يلاقيها خالص، لكن هي في الحقيقه موجوده عادي جدا واسمها اكيدينا. ولما عرف بقى اين بالحوار ده كله حلف انه هيفضل يدور على الدماس اللي فيه شجره روح اخت يوري دي. وتاني يوم بقى اين بيصحى من النوم عادي جدا، وبسم الله الرحمن الرحيم كده اول ما فتح عينه قام لقى ميغان مستنياه في القصر وقدامها جاسبر. ولما سالها اين ايه سبب الزياره عرفته انها عايزاه في مهمه كده مفيش حد غيره يقدر ينفذها، وهي انه يقتل وحش كده اسمه بهيموس، وده بقى يعتبر تنين قاتل جدا. وبنعرف ان الوحش ده في الفتره الاخيره كان بيفتري على الناس بشكل فظيع ومفيش ولا مغامر قادر عليه، فممكن بقى هو بسحره يقتله. فقرر اين انه يوافق على المهمه دي، وبعدها على طول راح للصحراء اللي فيها التنين، وكان للاسف مش باين له ملامح. فسأل بقى ارسولا عن مكانه، فعرفته ان التنين ده بالنهار بيستخبى تحت الرمل، فلازم علشان يشوفه يستخدم سحر ويكسر الارض اللي تحته. وبالفعل على طول اين استخدم سحر وكسر نص الارض اللي قدامه. في اللحظه دي التنين خرج فعلا، وده اضخم وحش شفناه لحد دلوقتي يا زعيم. خرج بقى وهو بيضحك وبيقول لاين انت مين انت يا باشر يا جربوع؟ انت مين سمح لك انك تصحيني من نص نومي؟ وازاي تتجرأ اصلا انك تعمل كده؟ ده مفيش بشر يتجرأ وعملها قبل كده خالص. انت ما تعرفش انا مين؟ انا اللي ملك الشياطين اداني قوته خلاني اقوى مخلوق في العالم ده. انت بقى مين وجاي هنا ليه؟ وقتها اين بكل برود كده وروقان قال له انا اين وجاي هنا علشان اقتلك لانك بتفتري على الناس وبتقتلهم. ساعتها بقى التنين ضحك جدا وقال له اللي انت بتقوله ده مستحيل يحصل، واحسن لك بقى يا اين انت تستسلم بدل ما تموت دلوقتي. لكن اين برضه بخافش من كلامه وطلع على طول سيفه وكمان ضرب ايده بيه وجرحه. الوقت ده التنين ادرك انه مش بيهزر معاه لان الجلد اللي هو قطعه ده ما بيتقطعش بسهوله، فقال طيب انا هوريك بقى. بعدها نزل تحت الارض تاني علشان يخفي نفسه، وفضل بقى يحوم حواليه علشان يلهيه عنه وما يعرفش مكانه. وهوبا في ثانيه قام طلع بقى بمنتهى السرعه وللاسف اكل اين، وشكل كده اين هيموت خلاص. بس في ثانيه الا ثانيه بنتفاجئ ان في نور كده بيخرج من جسم التنين ده، وفجأة كل جسمه بيتحول لاشلاء. وبنعرف هنا ان عين استعمل سحره كله جوه بطنه، وعرف بقى بالطريقه دي يقتله ويقطعه حتت. وفي اثناء بقى ما التنين كان بيخرج انفاسه الاخيره كان ندمان جدا انه وثق في ملك الشياطين اللي اوهمه انه اقوى مخلوق في العالم، وكان حاسس بالندم والحزن بسبب كل اللي عمله في البشريه. وبعد ما قال كده العين قام مات. في اللحظه دي بقى عين استخدم مهارته في التقييم بالعين الروحيه علشان يقدر ياخد مهارته، وبالفعل اخدها كلها علشان يبقى عين اقوى كمان. ولما عمل كده بقى الملك بذات نفسه راح له علشان يشكره اللي هو ابو كلوديا يعني، وما شكرهوش بس علشان قتل الوحش ده اللي كان عمال يقتل شعبه، لا ده كمان شكره على انقاذه لبنته قبل كده، وشكره ده وصله للانحناء كمان. ومش بس كده ده كمان اداله ساعه ملكيه كهديه على اللي عمله ده، والساعه دي وظيفتها زي GPS كده بالظبط تقدر تخليك تروح اي مكان عايز تروحه. فعرف عين انها اكيد هتفيده في الايام اللي جايه. في الوقت ده زعيم الشارع كله كان بيتكلم على هزيمه التنين ده وعن عين برضه اللي قتله، يعني نقدر نقول كده ان عين خلاص بقى مشهور كبطل. في اللحظه دي زويد بقى ظهر في الشارع، فالناس زقوه وقعوه بسبب اللي عمله في عين. الدنيا دواره قوي يا زويد، دلوقتي بقى عين بقى بطل وانت بقيت الجربوعه اللي بتتعامل كزباله. بس التعامل ده كان بيحرق دم زويد جدا. ومين اللي شافت بقى دمه المحروق ده؟ بقى ست كده بتقول على نفسها مش بشريه وانها روح. والصدمه بقى لما قالت اسمها لانها بتقول ان اسمها اكيدنا، وده الاسم يا زعيم اللي كوري قالت لعين عليه، وانها اخت يوري المختفيه، وباين كده من نظراتها انها مش طيبه زي اختها. المهم بنرجع لعين تاني
تاني اللي بيكون لسه نايم، بس المرة دي بقى اتأخر في نومه كتير، والسبب بقى هو إنه بيحلم حلم غريب جدا. أول الحلم كان لوحده خالص وشايف نفسه بس، وكان كأنه كده في متاهة. بعدين شاف روحه وهي بتنادى عليه، ولما مشي وراها بقى شافها وزويد كان بيهين فيها وبيديله ملاليم وبيذله على القرش اللي بيديهوله. ولما عين بقى افتكر الذكريات دي اتأثر جدا جدا، وبعدها كمان شاف نفسه والكلاب كانت بتهجم عليه وهو كان في وسطهم ما كانش عارف يعمل حاجة. وساعتها افتكر ان لولا لوري وامها ما كانش هيبقى هنا اصلا، وكان زمانه متمرمط كده زي روحه اللي شايفها دلوقتي. وبعد شوية فاق بقى من كابوسه ده، واول ما صحي لقى ارسلة في وشه. اتاريها كانت مستناه يصحى لانها يعني قلقت عليه. ولما بقى سألها عين عن يوري واختها قالت له انهم في السوق دلوقتي. وقتها عين قلق عليهم اكتر وقرر بقى يروح لهم السوق علشان يحميهم. وفي السوق بقى بنشوف اكيدنا تاني بقى قدام زويد اللي بيكون مش فاهم منها اي حاجه من اللي بتقوله ده، وبيطلب منها تعيد الكلام تاني. فاكيدنا بقى قالت له انها ممكن تديله نفس اللي عند العدو اللي هو يعني عين، وهي العين الروحيه. وقتها زويد قال لها لو العين الروحيه تخلي الانسان قوي كده انا عايزها. وبالفعل اكيدنا ادت له العين الروحيه بتاعتها، بس حطتها له في اورته. بعدها بقى زويد حصل فيه حاجه غريبه جدا، لانه جسمه اتحول بالكامل وبقى عباره عن وحش خارق. وفي اللحظه دي بقى زويد قعد يقول انه حاسس انه اقوى 100 مره عن الاول واخف بكتير، واول واحده قرر يقتلها بقدراته دي هي جولين. وبالفعل راح لها وقتل الراجل اللي معاها. ولما اتكلم معاها جولين عرفت على طول انه زويد، وساعتها بقى ترجته انه ما يعملش فيها اي حاجه، وفضلت بقى تتمسكن وتعيط عليه. لكن زويد بقى ما هموش الدموع دي وطير راسها بكل برود واكلها. بعدها بقى قعد يتسلى على بقيه الناس اللي في السوق، والناس بعد شويه كلهم عرفوا ان في وحش هايج في السوق وبداوا يجروا لبيوتهم. واللي شافوا بقى منظر الناس دي هي يوري واختها. فكل ما تشوف يوري بقى حد مصاب تروح تعالجه، لحد ما جالها زويد بذات نفسه ومسكها وقال لها انت بقى اللي خليتي جمع القمامه ده ليه قيمه؟ انا بقى هقتلك انت وهو، ما انت لو متي عين قدراته كلها هتروح وعينه الروحيه هتروح برضه. ولسه كان هيقتلها قام قايم جه على السيره ودافع عنها بسيفه، وقتها دخلها هي واختها في عينه علشان يحميها. ولما استعمل بقى عين مهاره التقييم عليه ما لقاش اي حاجه، ففهمت بقى رسولة ان ده معمول عليه سحر التمويه علشان محدش يقدر يعرف عنه حاجه. ولسه عين بيحاول يستوعب الكائن اللي قدامه ده قام لقى زويد بيضربه، بس عين كان بيدافع عن نفسه بسحره. ولما المعركه سخنت كده زويد اتكلم معاه، ولما عين بقى سمع صوته عرف على طول انه زويد. فزويد بقى ساعتها قال له خلاص انا هرجعك لاصلك جمع القمامه بعد ما يقتله ويقتل يوري. وقتها عين حاول يستوعب اللي حصل ده، بس زويد بقى مش بيرحم، كل شويه يهجم عليه ويضربه، وعين مش بيعمل حاجه غير انه بيدافع. وفي لحظه كده روحه اللي كان شافها في الحلم ظهرت له تاني، وفضلت بقى تحبطه وتقول له كلام يزعله، زي مثلا ان زويد معاه حق وهو فعلا جمع قمامه ملوش لازمه وكده، وان لولا لوري يعني وارسولا كان زمانه ميت دلوقتي. والكلام ده اثر في عين جدا واحبطه، وكان مش قادر يعني خلاص يواجه زويد. بس في اللحظه دي بقى يوري وارسولا فوقوه وقالوا له انه هما اللي ادوا له السحر والقدرات دي، لكن هو اللي استعملها صح. عمره ما استعمل سحره علشان يأذي ضعيف او غيره، ووفى بوعده لما قرر يساعد يوري تلاقي اخواتها. وكفايه بس ان قلبه طيب وبيحافظ عليها، مش زي زويد اللي بيستغل قدراته علشان يأذي الناس. والكلام ده كمان اثر في عين جدا وخلاه يعيط، وعرف بقى من خلاله يسيطر على قرينه اللي بيحاول يحبطه. ولما عرف يسيطر على قرينه ويمحيه من الوجود امتلك قدره سحريه كبيره جدا، وعرف منها يضرب زويد لاول مره، لدرجه ان زويد طلب من اكيدنا انها تديله قوه اكتر. فاكيدنا بقى سمعت كلامه وادت له بالفعل قوه اضافيه. ساعتها زويد وثق بنفسه اكتر وراح بكل سرعه ناحيه اين علشان يقتله، بس واضح بقى انه نسي ان اين هو كمان واثق بنفسه لما سيطر على قرينه وبقى اقوى وعنده طاقه سحريه اكتر. واول بقى ما جه زويد يهجم عليه قام اين بسيفه السحر خلص عليه على طول، وساعتها زويد رجع بجسمه الطبيعي. وفي اللحظه دي بدل ما اين بقى يقتله ويخلص منه راح مد ايده ليه وحاول يساعده، وده عصب زويد اكتر من خسارته قدامه، لان برغم كل اللي عمله معاه لسه برضه طيب معاه. فاين وقتها قال له ان هما مش اعداء، عادي لو الواحد يعني يغلط، وعادي ان الواحد يعترف بغلطه، وهو مسامحه على كل اللي عمله معاه. ساعتها بقى زويد اتأثر جدا بالكلام ده وفعلا سمع كلام اين ومسك ايده. بعدها الشرطه اخدته بسبب الخراب اللي عمله في السوق والناس اللي هو اصابها، واخيرا زويد هيتحاسب على كل اللي عمله. بس السؤال اللي اين كان بيساله لوري وارسولا مين اللي اداله عين روحيه تقدر تعمل كده فيه، وايه مصلحتها يعني؟ ومشوا كلهم من السوق من غير اجابه للسؤال. وبعد ما الناس كلها مشيت السوق بقى فاضي، جت تاني اكيدنا واخدت العين الروحيه اللي المفروض اتقطعت من جسم زويد. لكن الغريب انها كانت مبسوطه جدا، لان زعيم العين الروحيه دي لما اتضربت من سيف اين قدرت بقى تجمع كل القوه والقدرات اللي اين كان بيمتلكها، ودي قدره سحريه خاصه العين دي تقدر تعملها. وبعد ما مسكت بقى العين دي وعانتها قالت حاجه غريبه جدا، وهي انها بقدرات العين دي هتقدر ترجع واحده اسمها ميكي للحياه تاني. وهي قالت الكلمتين دول من هنا وقامت مشيت وسابتنا احنا مش فاهمين اي حاجه، بس اكيد يعني هنفهم كل
كل حاجة قدام. وبتروح بقى بعدها لشيطان كده اسمه فالكوم، وده خنزير كده على شكل صقر، وبتطلب منهم مهمة ملك الشياطين طالبها يعني منهم يعملوها، وهي قتل الواد اللي اسمه عين ده. ولما وريته صورته فالكوم ضحك بقى وقال مين الحشرة ده باين عليه غلبان جدا، بقى انا فالكوم اخرج من بيتي علشان اقتل حشرة ملهاش لازمة زي دي؟ وقتها كدنا ضحكت هي التانية وقالت له والنبي نقطنا بسكاتك، الغلبان اللي قدامك ده قتل تنين برتبة اس وده طلب من ملك الشياطين بذات نفسه، فاكيد ماهوش ضعيف يعني. وقتها فالكوم قال لها وايه يعني، التنانين دي انقرضت من زمان اصلا، اما فانا الشيطان بذات نفسه مستحيل بشري يغلبني، وعلشان بقى ننهي الجدال ده انا هروح بنفسي يا ستي واجيب اجله في ثواني. وبعد ما قال كده فتح بوابة عالم البشر ودخلها، وبيعرفنا وهو في طريقه البيت اين ان مهارته هي عاصفة الرياح، ودي مهارة نادرة جدا يعتبر مش عند حد غيره، واللي بيمتلكها بيكون عنده سرعة رهيبة جدا زي الرياح كده، فمستحيل بشري جربوع زي اين ده يهزمه. المهم بعد شوية بقى وصل لبيت اين، وفضل بقى يندهله من البلكونة، ولما اين خرج له قال له فالكوم انه هنا علشان ياخد حياته، فيجهز بقى نفسه ويقول امنيته الاخيرة قبل ما يقتله. فاين بقى بكل برود قال له طيب بس انت هتغني ولا ايه؟ صوتك عالي ليه؟ في ناس نايمة جوه يالا. في الوقت ده بقى فالكوم اتعصب جدا لانه اعتبر اين يعني بيستهزأ بكلامه، ولسه كان رايح يهجم على اين، قام اين هو اللي هجم عليه ووراه الطيران على حقيقته، وبعدها قام استخدم مهارة كده وقام هوبا ضرب بيها الصقر وقتله في ثانية، فاخد بعدها مهارته، فبالتالي بقى مهارة سحر الرياح بقت عنده خلاص، وكل مدى بقى اين عمال يقوى اكتر واكتر. المهم بعدها دخل بيته تاني ونام بقى واستريح، والصبح قابل كلوديا اللي بتسأله عن احواله وكده يعني، بما انها يعني مش بتشوفه كتير. ساعتها عرفها اين انه النهارده عايز يروح المكتبة المحرمة، ودي مكتبة يا زعيم مش اي حد يدخلها، لكن اين ممكن يدخلها عادي بفضل الساعة الملكية للملك بذات نفسه اداها له. فكلوديا بقى طمنته ان هي كمان هتروح توصله بما انها الاميرة، وبالفعل وصلته للمكان من بره، ودخل اين لوحده جوه. لكن لما جه يدخل البوابة الرئيسية التانية اللي تودي للكتب حصل بقى حاجز غريب جدا، والحاجز ده منع يوري وارسولا انهم يدخلوا معاه، فبنفهم هنا ان ممنوع الارواح تدخل المكتبة اصلا، ودي حاجة غريبة جدا. بس في العموم بقى اين دخل المكتبة لوحده، واول بقى لما دخل لقى بنت بتقع من فوق خالص، فبسرعة مسكها علشان يلحقها وما تتخبطش بحاجة، فقال لها بعدها مش تاخدي بالك، فردت عليه وقالت له معلش اصل انا كنت مندمجة جدا في قراية كتاب كده، وقالت له كده بكل لطافة، ولطافتها دي خلت اين يحب يتعرف عليها اكتر، فعرفها بقى باسمه وهي كمان عرفته باسمها، واسمها هي اليسيا. تبان غلبانة يا زعيم بس هتتفاجئ دلوقتي منها لما تعرف هي مين بالظبط. المهم بعدها سألته انت جاي هنا ليه وعايز كتاب ايه بالظبط، فرد عليها وقال لها انه عايز كتاب بيتكلم عن الدماس السري علشان عايز يعرف اماكن كل ارواح اشجار الحياة. فبكل بساطة اليسيا استعملت سحرها وجابت له بقى كتاب بيتكلم عن الدماس زي ما هو عاوز. بعدها سألته اما الاخبار يوري ايه، فاتفاجئ جدا اين من سؤالها وسألها هي تعرف يوري منين، فعرفته انها اول ما شافته وشافت عينه بالذات عرفت ان دي اصلها العين الروحية بتاعت يوري اللي هي في الاساس مين بقى، اختها. واليسيا دي يا زعيم مش انسانة اصلا، دي روح عادي زي يوري وعندها سحر زي ما شفنا. في المقبل بعد ما اين عرف هي مين قام بقى راح ليوري واختها بره علشان يعرفهم يعني ان اختهم جوه، وطبعا لما عرفوا بقى كانوا مبسوطين جدا انهم لقوا اخت تانية غيرهم. بس في مشكلة يا زعيم، اليسيا عندها عقدة نفسية من البشر وبتخاف منهم رغم ان المفروض العكس، والسبب بقى انها مفكرة ان البشر هم اللي قتلوا اختها الكبيرة اكيدنا. بس اكا بقى اللي هي حمتها بتقول لها ان يعني عين مختلف وممكن تثق فيه عادي، وممكن تخليه يعني يوريها العالم وهي مطمنة. وبنعرف دلوقتي ان عين عارف بعقدتها دي، وعلشان يطمنها شوية يعني من ناحيته بيجي لها زيارة كل شوية. وفي مرة امها كانت بتسرح لها شعرها، فضلت بقى تقنعها انها تتغلب على خوفها وتروح مع عين علشان برضه تبقى مع اخواتها. وفي اللحظة دي عين راح لها علشان يزورها تاني، فامها بقى شجعتها وطلبت منها انها تقول له يعني انها عايزة تيجي معاه. وبالفعل اليسيا عملت كده وهي بتعيط، وترجت عين كمان يخرجها من هنا ويحميها من كل حاجة بره ممكن تشوفها. فعين زعمنا الشهم طبعا شالها وقال لها احميكي من كل حاجة، وقام راحوا كلهم لبره المكتبة علشان يخرجوا بقى. بس علشان يخرجوا لازم يهزموا الوحوش اللي في الدماس بتاعهم، وعين طبعا عمل الواجب وزيادة وهزم كل الوحوش علشان يخرج بيهم. ولما هزمهم كلهم رجع اليسيا لحضن اخواتها اللي كانوا طبعا وحشينها جدا، وبعد ما حضنوا بعض الكل حضن عين اللي طبعا بيكون السبب الاساسي في تجميعتهم الحلوة دي. المهم تاني يوم عين بيصحى بيلاقي ميغان في وشه تاني، ومعاها كالعادة جاسبر، وجايينه معاهم اخبار مش حلوة خالص، وهي ان الشياطين اللي الناس كانت منعتها من دخول عالم البشر من زمان موجودة حاليا في بعض المناطق لسه، زي قرية كده اسمها رشيك، دي بقى فيها شيطان مفتري وبيطلب قرابين كمان. فمهم عين بقى انه يقتل الشيطان ده. في الوقت ده ارسولا طلعت وعرضت الموضوع لانها شايفة ان الحوار خطر جدا على عين، لكن عين قال لها لا، ووافق على طلب ميغان لانه عايز ينقذ كل
كل اللي في القرية من شر الشياطين دي. في نفس اليوم فعلا بنشوف قرية رشيك دي، وبنشوف كل اللي فيها ماشيين ورا بعض علشان رايحين في حتة كده، وفجأة بنلاقي الكل بينحني للشيطان بيسموه هيدرا، وده بقى الشيطان اللي لازم يتقدم له كرابين علشان يسيبهم في حالهم. وبنلاقي في وسط الكراوين دول راجل كده بيطلب من بنته الصغيرة انها تروح لهيدرا ده، وبيقول لها بقى وهو متأثر جدا ان لما تروح له هتروح الجنة مع مامتها. بيقول لها كده ومفكر ان بنته مش فاهمة. وقتها بنته فهمته انها فاهمة كل حاجة، وعارفة كمان ان مامتها يعني اتقدمت كقربان زي ما هي هتقدم نفسها دلوقتي. وقتها الاب اتصدم انها عارفة وفاهمة كده. بعدها البنت الصغيرة جريت ناحية هيدرا ده وطلبت منه يوديها الجنة قد مامتها، بس قبل ما هيدرا ياخدها ابوها ما استحملش وراح لها، وانحنى بقى الهيدرا بعدها وترجاه ان لو اخد بنته ياخده هو كمان يعني معاها، يا اما كده يا اما بنته ترجع لحضنه. في اللحظة دي هيدرا اتعصب جدا، لان المفروض اتفاقه مع الكراويين ان هيكون في قربان بنت كل شهر ما فيش رجالة، وكده هو بيخلف الاتفاق. فبالتالي بقى هيدرا استخدم سحره على كل الكراوين وشل حركتهم بسمومه. وقبل ما يجي ناحية الطفلة بقى اين جه في الوقت المناسب ومنعه، وقام خلى يوري تشفي كل الكراوين من السم اللي هيدرا خلاه يدخل جسمهم. وبعدها قام طلع السيف وقال للكراوين يهربوا دلوقتي وهو هيقتل هيدرا ده. فالكراوين بقى اعتبروه واحد اهبل بيتكلم وخلاص. وواحد بقى من الكراوين قال له يعني احنا لو هربنا وجرينا هيحصل ايه يعني؟ ما هيدرا هيجيبنا برضه وهيقتلنا. في الاثناء دي بقى اين ضرب هيدرا ده بسيفه، ومن ضربه واحده بس من السيف ده هيدرا اتقطع 100 حته. وده بقى خلى الكراوين يتصدموا جدا جدا ويفتحوا بقهم من الصدمه، وبدا الكل يتكلم. واحد بعدها قال ده اكيد اين اللي بيتكلموا عنه اللي قتل التنين قبل كده، ده مشهور على فكره. بعدها الكل اتلموا عليه وشكروه جدا على اللي عمله ده. ساعتها اين عرفهم انه بس عمل الواجب، وطلب بعدها منهم يودوا له عمده المكان ده. واول ما الكراوين سمعوا عمده المكان ده قاموا حطوا راسهم في الارض، ومفيش حد منهم رد عليه بكلمه. بعدها الكل روح بيته، لكن البنت الصغيره راحت له لوحدها علشان تشكره على انقاذه لحياتها. فاين قال لها لا شكر على واجب. بعدها بقى قرر اين يروح لعمده المكان ده علشان يشوف ايه حكايته وليه سايب القريه خربانه كده اصلا. وبالفعل راح لقصر العمده اللي يعتبر قصر فخم جدا يا زعيم. وده بقى خلى اين على فكره يستغرب جدا ويقلق، لان القريه خربانه على الاخر بره، ازاي قصر العمده يكون بالفخامه دي جوه؟ المهم دخل القصر وشاف العمده بذات نفسه اللي بيكون اسمه نيجون، وقعد معاه على نفس السفره علشان يساله عن احوال القريه واللي حوالين القريه، وعرض عليه برضه المساعده لو في اي وحش او شياطين جم هنا. بس الغريب بقى في رد نيجون انه بيقول له ان مفيش ولا شياطين ولا وحوش حتى بيعتبوا المكان هنا اصلا، فيعني مفيش داعي للقلق. لكن الحقيقه الكلام ده قلق اين قوي قوي، وحس ان في حاجه غريبه. بس عامه رد عليه بقى بوضوح وقال له على فكره وانا جاي لك هنا قتلت شيطان اسمه هيدرا اللي بالمناسبه كان بيتقدم له كرابين من قريتك، واكيد في شياطين تانية وحوش برضه حوالين القريه هنا. اول بقى ما نيجون عرف ان هيدرا اتقتل جن جنونه ووصف اين بالغبي، لان على حسب كلامه هيدرا ده اللي اتقتل كان بيحمي القريه من الوحوش. هو بيتقدم له قربان كل شهر، بس ده احسن من ان وحوش تيجي وتقتل عشرات كل يوم. ايوه فعلا الوحوش دي هيدرا بيقتلها لو جات القريه، هو واحد كل شهر ولا عشرات في اليوم بيتقتلوا؟ الكلام ده خلى اين يستغرب جدا ويتصدم، وحس يعني انها حجه خايبه انه يستغنى عن ناسه بالشكل ده. بس قبل ما نيجون بقى يسيبه يمشي بيقول لاين بعد كده بقى خليك في حالك، لان بسببك دلوقتي كتير هيموت الفتره اللي جايه. وساعتها اين خرج من القصر، خرج وهو محتار ومش عارف يفكر. في الوقت ده يوري بقى خرجت من عينه وفضلت تطمنه من حيرته، طمنته انها هتفضل معاه مهما حصل. في نفس الوقت نيجون كان بيكلم واحد اسمه شادو، وشادو ده يا زعيم بيكون قرينه اللي بيشوفه بس في المرايه. وبنفهم بقى من كلامهم ان فكره هيدرا بقى والشياطين والحاجات دي فكرته هو، ونيجون بقى بيسمع كلامه زي الاهبل وبس. لما نيجون بقى عرفه باللي اين عمله في هيدرا، شادو قال له ان اين ده لازم يموت دلوقتي، ما ينفعش يعيش خالص. فنيجون قال له حاضر هعمل كده. على الجانب التاني اين كان بيتكلم مع الكراوين شويه ويسالهم يعني عن نيجون ده اللي مش فاهمه، لكن كان اول ما حد بيسمع اسم نيجون ده بيجري وبيقول له انه ما يعرفش حاجه. فشك اين ان نيجون مهددهم يتكلموا عنه، وفهم ان في اكيد اسرار كتير هنا وهو مخبيها معاه. عامه بعدها اين شاف كده واحد يعني من الكراوين قاعد لوحده ومش بيتكلم وساله برضه، وده بقى الوحيد اللي اتكلم مع اين وعرفه يعني ان بعد ما هيدرا اتقتل الوحوش جت وقتلت كتير جدا من الكراوين وموتت الزرع، وكل ده بسببه. فالاحسن يروح بيته ويسيبهم في حالهم. والكلام ده بقى اين اخده على خاطره قوي وزعل جدا، وقبل ما يمشي بقى استعمل سحر الارض علشان يطلع الزرع اللي مات تاني، وخلى الارض حيه اكتر بالاول كمان. وكمان بنى سور كبير جدا علشان الوحوش ما تعرفش تعدي منه. واللي حصل ده كله بقى خلى الكروي يتعجب منه جدا ويستغرب من سحره القوي. ساعتها بقى الكروي ده اطمن لاين، ودي اهم حاجه، وقرر يحكي كل اللي يعرفه. بنعرف منه بقى ان من ساعه ما نيجون بقى تولى الحكم والقريه بالحال ده وحوار القرابين اصلا كانت فكرته هو اللي كان عمل عهد مع هيدرا يعني علشان يتقدم له قربان كل شهر، وقصاد ده بقى هيدرا هيحميهم يعني من الشياطين وكده. بس بعدها نيجون ما فضلش ساكت ورفع الضرايب وزود الاسعار، وكل
كل ما كارو يروح له علشان يشتكي له بيروح ومش بيرجع تاني، علشان كده الكل بيخاف منه. في الأثناء دي بقى عين طلب منه يثق فيه، وهو مش هيسمح لأي وحش ولا أي شيطان يجي جنب أي كروي هنا. فالكروي ضحك له كده وقال له أنا واثق فيك من دلوقتي، أنت حاليا الأمل الوحيد اللي القرية دي ممكن تعيش بسببها. وبعد ما مشي الكروي عين حس بقلق جدا، ولما سألته يوري فيه إيه استخدم عينه الروحية علشان يستعمل مهارته في التقييم ويشوف. فعرف بقى من مهارته إن في جيوش من الوحوش جاية ناحية القرية هنا وبيكون عددهم كبير جدا جدا. فقال لي يوري ساعتها إنه مستعد يحارب كل الوحوش دي لوحده، بس ما حدش يجي ناحية كروي واحد هنا لأنهم خلاص دلوقتي بقوا في حمايته. ولما عين بقى راح ناحية الوحوش بقى كان مصدوم جدا جدا لأن المعركة شبه مستحيلة، بس برضه صرخ في وشهم وقال مش هستسلم. وقام بقى استعمل سحر وضربهم كلهم بضربة واحدة، بس للأسف ولكنه ضرب أي حاجة لأن الأعداد مهولة. وبعد الضربة دي الوحوش اتلموا حواليه علشان يقتلوه، لكن عين بقى استعمل ساعتها مهارته في التقييم الخارق وقتل كل اللي يقرب منه، وفضل يضربهم كلهم بالشلاليط بقى والبوكسات، بس برضه مش بيخلصوا يا زعيم. وده بقى ما خلاش عين يستسلم أبدا، بل قرر يستعمل سحره لأبعد الحدود حتى لو ده هيرهقه. فاستعمل بقى مهارته بئر الجاذبية اللي فجرت المكان كله من أوله لآخره، وختم الضربة دي كمان بالطلقة اللولبية علشان الانفجار يكون أكبر. وكمان بقى استعمل مهارته في الهجوم الخلفي علشان يقدر يضرب الوحوش من ظهرهم بكل سهولة، مع كمان مهارة تعدد النسخ علشان يخلق كذا نسخة من نفسه فيقدر يقتل وحوش أكتر. وعلشان يقتلهم بقى استعمل مهارته في الخيط الفولاذي وربطهم كلهم بيه. وبعدها استعمل بقى سحر الأرض علشان يفجر الأرض اللي هم فيها، وبالفعل فجر نص القرية علشان يقتل الوحوش دي، والوحوش كلها فعلا اتقتلت. وده خلى سكان القرية يتصدموا ويقولوا ازاي واحد بس يقدر يقتل الوحوش دي كلها. لكن بعد ما فاز يا زعيم عين تعب جدا بسبب طبعا الإرهاق اللي حصل له، بس يوري لحقته بقى وعالجته على طول. وبعد ما اتعالج كل سكان القرية بقى شكروه جدا. لكن بقى الراجل اللي كلم أين قبل كده وقف بقى واتكلم معاهم وقال لهم اللي أين عمله ده مفيش حد عمله قبل كده، علشان كده بقى لازم نتعلم منه العزيمة والروح. لحد امتى بقى هنقعد نندب في حظنا اننا في قرية نحس وبيقتلوا فينا؟ لازم نحارب بقى لقريتنا ونقف قدام أي وحش ونقف قدام نيجون كمان. والكلام ده بقى شجع كروين جدا ووافقوه، ده لحد ما نيجون يعني سمعهم وراح لهم لحد عندهم وقال لهم يعني سمعت انكم تتكلموا عني خير. فالكروين بقى قالوا له بنتكلم عنك، مش هنخضع لك تاني، انسى، هنقف قدامك وهنحاربك ما دامك بتقدمنا ككرابين. وقتها بقى نيجون بكل برود كده قال لهم انتوا ناس عبيطه، تعرفوا كده ولا لا؟ هو انتوا مصدقين اللي اسمه عين ده؟ عين ده اصلا شيطان يهبل، هو في بشر يقدر يقتل شيطان ضخم زي هيدرا كده او يقدر يقتل كم الوحوش دي كلها؟ ده بيستغلكم وعاوز يتحكم فيكم ويحكم المدينه. ساعتها بقى الكروين دافعوا عنه وقالوا له حتى لو شيطان بس هو دافع عننا، ما سبناش للوحوش ولا حتى قدمنا ككرابين زيك، انت مش زي ابوك اللي كان بيدافع عننا ومهتم بينا. اول بقى ما نيجون سمع سيرة ابوه تحس ان حصل له حاجه كده، حصل له انهيار عصبي كده وطلع مرايه بسرعه من جيبه علشان يكلم شادو. ولما شاف عين المرايه استغرب جدا لانها شكلها بيكون غريب، فبسرعه استخدم مهارته في التقييم المثالي علشان يعرف ايه حوارها. واتصدم ساعتها ان معمول عليها سحر التشويش، وده السحر بيعمله الشياطين الخبثه علشان محدش يكشفهم. ففهم ان المرايه دي وراها شر كبير جدا، فبسرعه قال لنيجون بقى يرمي المرايه دي حالا. لكن نيجون ما سمعش كلامه وفتحها، ولما فتحها بقى دخل عالم تاني وقدامه شادو كان بيكلمه. وساعتها بقى نيجون قال له ان الكراوين انقلبوا عليه يعني وما سمعوش كلامه ومش عارف يعمل ايه دلوقتي. فشادو قال له بسيطه، نقتلهم كلهم واحد واحد ونقتل عين كمان زي بالظبط كده ما قتلنا ابوك. اول بقى ما قال كده نيجون اتصدم جدا وقال له انت بتقول ايه؟ انا ما قتلتش ابويا. ساعتها الشادو ضحك وقال له يا عبيط قتلته، هقول لك انا ايه اللي حصل. في الوقت ده فكره بنفسه لما كان بائس وملوش اي صحاب ومفيش طفل كان راضي يصاحبه، وهو ظهر له قدام ميه صافيه كده في الشارع وطلب منه ساعتها انهم يعني يكونوا صحاب. وبالفعل من الساعه دي بقى اعز صحاب. وفي مره ابوه تعب جدا، فلما سال نيجون شادو يعمل ايه علشان ابوه يخف يعني، قال له ان في عشبه طبيه كده في كتاب الاعشاب بتشفي، يشربها لابوه بقى كل يوم وهو هيبقى فل الفل. وبالفعل نيجون عمل كده وكل يوم كان بيشربه من العشبه دي، بس الغريب ان ابوه كل يوم كان بيتعب اكتر بدل ما يخف. لحد ما في يوم نيجون لقى ابوه ميت في سريره، ولما فكروا بقى بالذكريات دي قال له على فكره العشبه دي ما كانتش عشبه طبيه، دي عشبه مسمومه يا عبيط يا اهبل، ولا لو غيرت محتوى الكتاب وكلامه علشان اخدعك ما انت عبيط، وانا جيت هنا اصلا علشان ابقى تاجر بشر، وكل القرابين اللي انت قدمتها من قريتك دي دلوقتي عبيد في عالم الشياطين يا عبيط. وقتها نيجون بقى اتأثر جدا وما كانش مصدق نفسه، صاحبه الوحيد كان بيستغله طول السنين دي، بس بقى ملحقش يتصدم قوي برضه لان شادو استحوذ
على جسمه، وبقى شادو القرين مستحوذ على نيجون اللي بقى جواه. ولما عمل كده اين كان مصدوم ان في حد ممكن يعمل كده اصلا، وساله انت مين وعايز ايه منه. فشادو بقى عرفه بنفسه انه شيطان من النبلاء مش بس قرين. وهو هنا الكذا مهمه. وقتها بقى اين اتعصب جدا وساله هو عمل ايه في نيجون وفين مكانه. فشادو رد عليه ببرود وقال له نيجون الله يرحمه انا سيطرت على جسمه خلاص، هو بقى جوايا دلوقتي، يعني لو انا حصل لي حاجه او موت نيجون هو كمان هيموت، لسه عايز برضه تقتلني؟ الكلام ده بقى ضايق اين جدا وحاول يعمل عليه سحر الحاجز علشان يمنعه من الحركه، لكن الحاجز ده شادو شاله بمنتهى السهوله بسحره. وكمان بعدها عرف يخلق وحوش من كل حته علشان يقتلوا الكرويين. فاين قتل كل الوحوش دي بسرعته وكمان بمهاره النسخ، فخلى ساعتها لنفسه كذا نسخه كده. بس كل ده هو مش عايز يجي جنب شادو علشان يعني ما يأذيش نيجون. حتى لما نيجون راح علشان يهاجمه اين برضه مرضاش يردله الضربه، وعلشان يحمي نفسه من ضرباته استعمل مهارته في الحصن الراسخ بحيث يعني الضربات ما تجيش فيه وتترد. وهو كان جوه عمال يفكر يعمل ايه في المصيبه دي. الوحوش محاوطه المكان وشادو مسيطر على جسم نيجون، فكل اللي عمله انه حاول يمشي على رجله بالحصن اللي هو فيه. وطبعا كانت مشيته تقيله جدا بس حاول على قد ما يقدر لحد ما وصل لشادو. وساعتها بقى بطح بنيه كده في وشه وفضل ينادي بعدها على نيجون علشان يفوق بقى من اللي هو فيه ويحاول يقاوم علشان يسيطر على جسمه. وبالفعل نيجون سمع نداءه ده وكان وقتها عمال يجلد في نفسه لانه كان بيسمع كلام شادو في كل حاجه، وطلع في الاخر بيستغله. وسمعانه الكلام ده خلاه يعني يضحي بسكان القريه ويقتلهم. بس كل ما كان اين بيناديه كل ما كان بيتشجع انه يواجه شادو، وبالفعل قرر يواجهه ويخرج بره سيطرته. وقتها شادو حس ان جسمه مش قادر يتحكم فيه زي الاول، وده لان نيجون قدر يسيطر عليه. ولما سيطر على جسمه تاني عمل حاجه غريبه جدا، وهي انه مسك خنجر وقتل نفسه. وهو عمل كده علشان يقتل شادو. وفي لحظه لما عمل كده الشادو دخل جوه جسمه علشان يواجهه. نيجون بقى في الوقت ده قال له انه عبيط علشان وثق فيه، بس مش عبيط لما صدق انهم صحاب في الوقت اللي ما كانش عنده صحاب، لان شادو كان مش سايبه لوحده وكان معاه في كل وقته وبينصحه وبيعلمه وبيلعب معاه كمان. ولولا هو كان ممكن يموت من الوحده. ساعتها بقى شادو قال له انا كنت بعمل كده علشان بستغلك يا غبي، ده انا كان كل غرضي اني اوصل للحكم وبس. الضعفاء اللي زيك بيتنشوا من الكلاب وده اخرك، وهي دي الدنيا. عايز تموت انت موت لوحدك، اما انا فانا هعيش عادي يا عبيط. بعدها قام خرج شادو من جسمه على هيئه ضفدعه وراح علشان يتحكم في جسم البنت الصغيره بدل جسم نيجون اللي مات. بس اين منعه انه يعمل كده بانه ضربه بالخنجر. وبعد ما عمل كده راح لنيجون علشان يشفيه، وكانت جروحه عميقه جدا لدرجه ان يوري ما كانتش عارفه تشفيه بسهوله. بس الحمد لله بعد معافره نيجون رجع للحياه تاني. وساعتها اعتذر لكل سكان القريه على الذنوب اللي عملها في حقهم وهو بيعيط، وعرفهم ان عمره ما هيسامح نفسه على اللي عمله ده وانه مستعد يروح للمحكمه. وبعد ما طلب المسامحه الكروين سامحوه. في اللحظه دي شادو كان عاوز يهرب بس بينا ولسه منعوه بحاجز سحري. ساعتها هايل راح له وساله انت بتعمل كده ليه وايه هدفك؟ فشادو قال له بكل صراحه ان في امر من ملك الشياطين بيقول فيه انه لازم يتقتل. ولما ساله اين ليه الشياطين عايزين يقتلوه شادو قال له المعلومات دي سريه بس انا هقول لك. واول يا زعيم لما شادو بدا ينطق بس جسمه انفجر في ثانيه ومات. ساعتها رسوله فهمته ان في تعويذه كده معموله على المعلومات السريه الخاصه باين، بحيث لو ان واحد يعني نطق وجرب يقول المعلومات دي يموت في ساعتها. وده معناه ان اين عدو كبير لملك الشياطين بس لسه ما نعرفش ليه. عامه بعد كده القريه بقت امنه تاني، وكل ده بقى بفضل اين اللي الكل ودعوه بكل حب بعد كل اللي حصل ده، لدرجه يعني انهم انحنوا ليه. تاني يوم بقى لما رجع قصره اتفاجئ ان الملك بذات نفسه بيزوره، والسبب بقى غريب وعجيب انه اصدر قرار كده انه هيكون مسؤول عن منطقه رشيد كلها بالقريه بتاعتها بقى بكله يعني. وده بعد ما نيجون سلم نفسه للعداله علشان يتحاسب. وقبل ما يروح السجن طلب اين بالاسم انه يكون العمده من بعده. طبعا الخبر ده صدم اين جدا، بس كل اللي حواليه كانوا فرحانين ليه لان بكده اين هيبقى من النبلاء والبشوات ويقدر بقى بالطريقه دي يدخل اي مكان ومحدش يكلمه. وكمان ممكن يعرف اكتر بقى عن الدماس السري، فبالتالي بقى هيقدر يلاقي اخوات يوري المتبقين. وروح بقى لعالم الشياطين ده اللي بنشوف فيه 2 شياطين عمالين يتريقوا على شادو يعني اللي اتقتل على ايد بشري، رغم ان المفروض يعني كان من نبلاء الشياطين. واللي سمعهم بقى بيضحكوا كده واحده كده من نبلاء برضه، واللي طيرت على طول راس واحد منهم في ثانيه من غير كلام، وهددت كمان الشخص التاني علشان يبقوا يتريقوا كويس على اسيادهم. بعدها راحت لاكيدنا بقى
اللي بنعرف انها سيدتها واللي بتأمرها تعمل ايه. وبالله بقى اكيدنا بتتكلم معاها عن اين اللي عرف في خلال ايام يقتل كذا شيطان من النخبة، اخرهم شادو اللي كان هيقول السر الخطير اللي مخبيينه. بس بنعرف دلوقتي ان الشيطانة دي اسمها ايوانا، وبتكلفها دلوقتي اكيدنا بمهمتين اتنين. اول واحدة بقى انها تخطف روح من ارواح شجرة العالم من اللي اين لسه مش لاقاهم، وكمان تقتل اين لانه بقى خطر عليهم. فايوانا وافقت على طول وراحت لعالم البشر. بعدها بقى بنرجع لاين تاني اللي بيكون واقف مع يوري. فجأة بقى بتدخل عليهم اليسيا وهي زعلانة جدا، ولما سألها اين مالها قالت له ان عندها اخبار مش كويسة واخبار كويسة. الاخبار الكويسة انها قدرت بمهارتها بعين الالف ميل تعرف مكان اخت منهم لسه يعني مش لاقوها، والخبر الوحش ان الاخت دي في خطر. وفجأة الاخت دي ظهرت عندهم في المكان، والكل ساعتها اتخض جدا. والاخت بقى دي بيطلع اسمها كروش، واللي بتحكي لهم هي ليه هنا بالظبط. وبنعرف بقى من كلامها ان مش هي بالظبط اللي في خطر، دي اختها الصغيرة اللي هي بقت الحامية بتاعتها من بعد يعني ما قتلوا الحامية الاساسية، واللي قتلها بقى شيطانة كده من النبلاء بتحاول تخطفهم لسه مش عارفين ليه. الكلام ده بقى قلق اين جدا، وقرر ينتقم بقى ويحمي اخت يورو الصغيرة. وبالفعل بعدها راح للغابة اللي فيها دماس اختهم دي، وبسرعة راح للمكان اللي المفروض فيه اختهم. بس قابل بقى في طريقه شيطانة كده بتضحك له وبتقول له انها كانت مستنياه وعارفة انه هيجي هنا. فقابل بقى الدبان اللي هتسلطوا عليه، وفي ثواني خلت الدبان كله يهاجمه. لكن اين ولا همه كل الكلام ده، وراح بسرعة البرق للست دي وقتلها بسيفه. بعدها الست اصلا ما ماتتش ولا حاجة، بس لما ادركت بقى ان اين مش بشري سهل حولت نفسها بقى لدبانة زي الدبان التانيين علشان يعني ما يقدرش يجي جنبها. لكن اين على طول استعمل سحر وسيفه في انه يقتل كل الدبان اللي قدامه. فالست بقى خافت احسن يحصل لها حاجة واستخبت، وشافت في اخر الممر حفرة كده مش عارفة هتوديها على فين، بس قالت اهو احسن يعني من ان اموت على ايد بشري جربوع. واللي شافتها بقى خارجة وهربانة كده هي ايونا اللي بتقول لها انت بتجري كده ليه ورايحة على فين، انت مش عندك مهمة تعمليها؟ فالست بقى قالت لها ان اين ده طلع اخطر مما توقعت يعني، وعلشان يعني نحاربه ونقتله محتاجين تدريبات كتير. وقبل ما تخلص كلامها ايونا على طول قتلتها لانها يعني اعتبرتها ضعيفة بما انها مش قادرة يعني على بشر جربوع زي اين كده. وراحت له بقى هي، واين اول ما شافها استشعر قدراتها وقوتها فخد حذره منها يعني، وفكر في فكرة كده عبقرية علشان يعني يوقفها لو فكرت تهاجمه. وبالفعل ايونا بقى ظهرت نيتها وعرفته انها جاية تقتله. في اللحظة دي اين راح لعندها واستخدم مهارته في استنزاف الطاقة علشان يعني يضعفها. بعدها ضربها بوكسات كتير جدا لكنها يعني عرفت تدافع عن نفسها. بس مرة واحدة بقى اداها ضربة كده وقعت على الارض، ولما قامت بقى قعدت تضحك بشكل هستيري، وده لان يعني دي اعتبر دي اول مرة حد يوقعها، فالموضوع يعني بالنسبة لها ممتع يعني وكده. بعدها استخدمت مهارتها في الطلقات الرصاصية اللي مفيش حد يقدر يتفاداها او يرجعها مكانها. بس الغريب والعجيب بقى ان اين قدر يرجعها مكانها عادي جدا، وده خلى ايونا بقى تتصدم وما تكونش فاهمة حاجة. بس اين بقى صدمها اكتر بانه طير راسها من مكانها، ورغم ان راسها يعني كانت لوحدها لكن يعني كانت عارفة تتكلم عادي. في الوقت ده بقى اين فاهمها هو عمل ايه، وهو ان يعني في كل ضربة ضربها لها كان بيستخدم كده قدرة في استنزاف الطاقة لحد لما خلاها اضعف مما تتخيل. ولما عرفت باللي عمله قالت لاين انها هتجيله تاني، بس المرة دي هي اللي هتطير راسه. وهي بتقول كده هربت لعالمها بقى بتاع الشياطين، واين ما لحقهاش. هو كان بيفكر في اخت يوري اللي تعتبر الاهم يعني، وبالفعل راح لمكانها. وهناك بقى شاف كروش وجنبها بقى اختها الصغيرة اللي نايمة، واللي بنعرف ان اسمها مي، واللي بيكون واضح عليها انها عيوطة جدا لانها اول ما شافت خلقة اين صحت بقى وقعدت تعيط. وبعد بقى عياط وصياح كتير يوري بقى عرفت تهديها. ولما شافت مي بقى يوري وبقية اخواتها فرحت جدا، وفضلت بقى تلعب معاهم وتتكلم معاهم. وخلاص مي وكروش وهما كمان بقى هيبقوا معاهم من النهارده، واين كمان يعني هياخد مهاراتهم. ولما قعد بقى مع رسولة قال لها انه بقى فخور بنفسه قوي من بعد ما عرفها وعرف يوري. خلاص يعني ما بقاش حاسس انه زبالة ملوش قيمة، بقى حاسس دلوقتي انه مسؤول وعايز يسعد البنات اللي معاه. ورسولة بقى اتأثرت بالكلام ده جدا، وحست يعني ان اين ده هدية من ربنا لانه فعلا مميز. مش اي حد يعني يساعد الغير كده بحب ووفاء، خصوصا يعني البشر الأنانيين. المهم عرفته بعدها انه اكتسب خلاص مهارة العين الشريرة، والعين دي اكتسبها من كروش، وكمان كسب مهارة صنع الاشجار من مي. والمهارتين دول بقى مهمين جدا، يعني تخيل في اي وقت كده تقدر تحمي نفسك باشجار حواليك، وتخيل برضو نفسك بدل ما يكون عندك عين سحرية واحدة يبقى عندك 2. طبعا لو تخيلت الكلام ده هتحس نفسك اقوى راجل في العالم. ده غير كمان انه بقى عنده دلوقتي مهارة التحكم بالهالة، واللي اكتسبها بقى من الشيطانة ايوانا اللي كسبها. وكمان كسب سيف
سيف مشحون كده بقوة ضربة الشر، وده بقى من أقوى سيوف العالم اللي ممكن كمان يمنع أثر السحر اللي قدامك. وعلى الجانب التاني بقى في قصر نبلاء الشياطين بنشوف إيكيدنا قاعدة مع بقية نبلاء الشياطين في اجتماع كده، وبتحذرهم بقى من أين إنه خلاص بقى خطر عليهم ولازم كلهم يتجمعوا برابطة معلم كده علشان يقتلوه، وبتعرفوا إن هو ما ينفعش يعيش مرة تانية بعد اللي عمله. في الناحية التانية بقى بيكون في عالم تاني أساسا، لأنه بيلبس لبس الخادم يعني علشان يروق تروية العيد، وفي ايده بقى مقشة كده، وجاب لكل واحدة من البنات مقشة برضه، لأن يعتبر يعني ده أول يوم ليهم في القصر بتاعهم الجديد. وبالفعل كل واحد بقى نظف ولا أجدعها خدامة، وأكتر واحدة كانت مبسوطة فيهم هي يوري اللي كانت حاسة يعني إنها سندريلا في نفسها كده، لكن كل بس ما تنظف حتة قد كده أرسلة تخاف عليها لأنها يعني مش بتاعة تنظيف والحاجات دي. بس يوري فهمتها إنها مبسوطة عادي، يعني إنها تعيش تجربة جديدة ومفيش داعي لقلقها ده. وفي نفس الوقت مي وكروش كانوا يعني بينظفوا أوضة كده معينة، والأوضة دي كان فيها فساتين ملكية. ساعتها بقى مي شبتت في فستان كده ولبسته، وادت لكروش فستان كده أو نص يعني فستان علشان تلبسه، ويوري كمان لبست فستان منهم، وكان يعني شكلها كأنها أميرة، حتى عين كان شايفها كده لدرجة إن عينه يعني زغللت من جمالها. ومش هي بس اللي لبست، كل اخواتها لبسوا برضه بقى شكلهم كأنهم يعني اميرات، واصروا كمان ان هو كمان يلبس بدله وبعدها يرقصوا، وفعلا سمع كلامهم بالاجبار يعني. بعدها بقى قعد يرقص مع كل واحده فيهم، واحتفلوا الاربع اخوات مع بعض. بس خليك فاكر يا زعيم لسه اربعه زيهم مختفين ويعني وهيلاقوهم يعني ان شاء الله. عامه بعد الاحتفال ده قعد بقى هو ويوري ويتكلموا شويه، ووعدها ساعتها انه هيلاقي اخواتها التانيين ومش هيسكت الا ما يلاقيهم. فيوري بقى ساعتها فرحت جدا من اهتمامه يعني بيها، وقالت له بقى انها مبسوطه قوي انه في حياتها، وطول ما هو يعني مبسوط هي كمان مبسوطة. وشكلنا كده يا زعيم في الموسم التاني لما ينزل ان شاء الله هنشوف رومانسية ولا ايه. في العموم كده يعني بيخلص الموسم الاول، يا ترى ايه اللي هيحصل بقى في الموسم التاني لما ينزل يعني ويتم انتاجه؟ تفتكر بقى اين هيعرف يتغلب على كل الشياطين النخبة المتآمرين عليه، ولا خطة الشياطين هي اللي هتكسب؟ وهم ليه اصلا عايزين يقتلوه من الاول؟ والسؤال الاهم بقى، اكيدنا هي اكيدنا اللي كانوا اتكلموا عليها ارواح الاشجار انها يعني اختهم، ولا دي يعني واحدة تانية؟ وازاي اصلا واحدة كانت تروح شجرة العالم تبقى شيطانة أساسا؟ واشمعنى يعني كانوا بيقولوا إن أكيدنا كانوا يعني بيقولوا عليها إنها ماتت؟ الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل في الموسم التاني. إن شاء الله لما ينزل هنكون أول ناس هنعمله بإذن الله يعني. ما تنساش بقى تعمل شير وسبسكرايب ولايك بقى وكده والحاجات ديت، علشان حرفيا 98 أو 99% يعني من الناس اللي بتتفرج مش مشتركين في القناة، ودي يعني مصيبة كبيرة يعني. فعايزك بقى تنزل كده تحط لايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وبس كده. أشوفك على خير، سلام.